يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامج الرقم 12. طبعا قبل لا نرحب بالضيوف اللي منورينا في هذا الاستديو، أنا تكلمت في بداية الموسم عن النادي العربي وقلت أن عبد العزيز عاشور غلطة أن أقال ناصر الشطي، والغلطة الأكبر أن رجع ناصر الشطي. شنو معناته هذا الكلام؟ أنه هو مو مقتنع أصلا بقراره الأول أنه هو طلع ناصر الشطي، لأنه لو مقتنع بقراره ما رجعه خلال شهرين. بس أنا بعرف اللي قاعد يصير بالعربي حاليا، التخبطات اللي قاعدة تصير وعدم إحراز البطولات في السنوات الأخيرة، ودائما يطلع يا مركز ثاني أو مركز الثالث، والمستوى اللي قاعد يطلع فيه آخر السنوات ما هو المستوى الكبير المبهر اللي ننعجب فيه. بس والله هو الفريق زين بس ما أخذ البطولة، لا، هو الفريق مو زين أصلا. هو طلع المركز الثاني لأن القادسية مو زين، لأن الفرق اللي تحته ما هي زينة، وفوق الكويت، وهذه مشكلته. يعني لو ان نادي الكويت مو موجود اتوقع النادي العربي هو اللي راح يسيطر. بس انا ودي اعرف شنو مشكله النادي العربي بالضبط. هل هي مشكله اداريه؟ هل هي مشكله فنيه؟ هل هي مشكله لاعبين؟ انا باعتقادي هي المشكله الاولى والاخيره هي مشكله اداريه بحته. خلونا نرحب بضيوفنا اللي منورينا في هذا الاستديو. منصور الاثنين، حياك الله. يا هلا ومرحبا. هاي الساعة المباركة اللي نشوف بعض ان شاء الله على طول، خاصة لما تورينا اخواننا اللي ما شفناهم من زمان. ايه لا تحرق علينا، ما عدا واحد شوف صبعي. ايه المهم انا بخليه اخر واحد عشان لا بالعكس مفاجأة. انا اتمنى ان شاء الله تكون حلقة ثرية ان شاء الله باذن الله، لان اللي وياك فطاح له طبعا، عارفين شلون يتكلمون، اكيد ما في شك، يسردون الماضي والحاضر اكيد، وهذا شيء يسعدنا ويسعد المشاهدين طبعا. أيوة. الحارس الامين شاب كنكوني، حياك الله. الله يحييك اخوي عمر، وانا سعيد بتواجدي اليوم في برنامجكم، وسعيد جدا باني التقي اخواني الكبار اللي انا صار لي فتره ما التقيت فيهم صراحه، ما من غير لا اذكر الاسامي هناك. طبعا انت راح تقدمهم، لا اذكر اسمي انا ولا ابو بدر طبعا ما يحتاج. اكيد المدير الذهبي بالنسبه لي ووجهه نظري يعني من الناس العزيزين على القلب، وحتى ضيوفك الكرام يعني امانه لهم تقدير واحترام بالنسبه لي كبير، وعاشرتهم في سنوات كثيره، وفي واحد منهم اخوي يعني واخو دنيا، يعني لعبنا بعض ولنا صولات وجولات. ان شاء الله نقدم يعني حلقه مميزه ان شاء الله باذن الله تعالى. صالح العنيزي، حياك الله. الله يحييك ابو محمد، واحييك واحيي الاخوان. طبعا ابو بدر غني عن التعريف، زملنا مدير الفريق وتعلمنا منه واستفدنا منه. طبعا شاب ما ازيد عليه اخوي، يعني شاب يعني بحراسه المرمى، وانا موجود اكون مطمن ومرتاح. وطبعا اخوي اللي انت راح تقدمه حرقه تكفى. لا تحرقوا، لا تحرقوا، بدون لا تحرقوا. انا اخاف المخرج حرق والله. التاريخ كله وكافي انه لعب مع لاعب كلنا نحبه. خلني انا اقول الضيف اللي انا بقدمه الحين هو حارس نادي القادسيه سابقا، سنه 72 لعب ضد بيليه القادسيه امام سانتوس، وكانت النتيجة تعادل 1-1. يعني البيليه فر على الدور العربية، فاز بنتائج كبيرة إلا أمام القادسية. أيام كان جيل جدا ممتاز، وحارسهم كان ضيفنا اللي منورنا بهذا الاستديو وهذا البرنامج عبد الحميد الشطي، حياك الله. والله وفرصة سعيدة هذه، وإن خلتنا نشوف ناس من زمان ما شفناهم. هذا احنا يسمون برنامجنا مجمع الأحباب. حبيبي الحمد لله. حتى شهاب تأثر فيني بعد. لا ومؤلف الكتب. مؤلف الكتب الإعلامي، الإعلامي ومؤلف الكتب أكيد. أكيد ما في شك. حياك الله والله، شرفتنا ونورتنا. واليوم احنا طبعا راح ناخذ منك معلومات مثرية، وما راح نستغل وجودك اليوم، راح ناخذ منك آراء مثيرة إن شاء الله يعني نثري الحلقة وتكون متابعة جيدة في إن شاء الله بإذن الله تعالى. فرجعتني ذكرتني أيام الله يرحمه فوزي جلال، كان من المؤسسين والمؤرخين المعروفين بالكويت، فكان دائما من يقول لك انك مريض فيستمر. قول قبل تبدي
انت جايب شوف بالطياره في صندوق اسود، لا اي حادث تصير يطلعونها بالصندوق الاسود، انت جايب لنا اليوم الصندوق الاسود يعني كل شيء عنده، شط جايب ما كل شاء شيء الله عنده. عليه. اوه كل شيء يعني لو سأل عن رقم جوتي بلاي سويت معاه لقاء صحفي صح؟ لا هو صادف بدعوة من السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة السابق، فاتصلوا فيني قالوا لي تعال نبيك بنادي الكويت ضروري لأن في مؤتمر صحفي حق بيلا. قلت شنو؟ أنا مستغرب شلون؟ كان يقول لي بفرح قلبك اليوم. قلت له شلون؟ كان يقول تعال سلم على بيلا وإذا عندك صور موت أول يجيبهم وياك اللي صور بالكويت طبعا. فوالله كانت فرصة حلوة، ورحت قابلته هناك عرفني وقال انت كنت حارس المرمى وعندكم رقم 11 حمد ابو حمد، عرف كم لاعب يعني. فقلت له بالمؤتمر نفسه فاقول عندي سؤال، قال تفضل. قلت له احنا نسمع هالايام ارقام خياليه حق اللاعبين، كان ايام مارادونا هو اللي متزعم الكره العالميه، انت كم تسوى اليوم؟ كان يقول لي امتنع عن الاجابه، قال ما جاوب. ما هذا جاوب. من تواضعه اصلا انه ما جاوب، طبعاً. لانه لو بيجاوب بيزعل وايد ناس. لان انا ما احب يعني مثل ما حبيت احرجه. فالمهم انه يعني ما زالت الذكريات عالقه في ذهنه، يعني ما نسى لعبه الغاتيه. ليش؟ مثل ما تفضلت، ليش؟ غلبوا الامارات 5-6، غلبوا السعوديه، البحرين، لا الاهلي بعدنا. إيه؟ احنا 1-1 وبعدين راحوا مصر غلبوهم 5-0. غلبوا الاهلي. بالمناسبه وانا بالامارات ولا البحرين، واحد جاب طاريه وتدري نفس المجامله وان انا فلان وهذا قول شيء كذا لعب ضد بيليه. قال لا يلعب ضد بيليه، قال احنا عندنا واحد سوى احسن من اللي سواه الشطي. منو هذا؟ كان يقول منو هذا؟ استغربت انا. كان يقول صدق هذا حكم من المباراه اعطاه انذار وطرده. طارت بليه؟ يعني هذه تدخل بتاريخها طارت بليه. خرب عليه من المباراه. حلو، ممتاز ممتاز. خلينا بس ندخل بالنادي العربي بشكل مختصر، نعرف شنو مشاكل ابو بدر. شوف النادي العربي نادي كبير، وكلنا نعرف ان النادي العربي من الانديه اللي لها بطولات، له صولات وجولات. نعم. لكن في الاواني الاخيره انا اتكلم بحقيقه يعني شوف لما يصير في خلاف اداري، لما يكون في يعني انا افضل، كنت افضل كان انت مندني، علي مندني كان هو علي مندني صح، اللي حرز وياهم كاس وحرز وياهم دوري عدل. فكنت اتمنى ان علي مندني يكمل وياهم، بس قاموا شنو يغيرون ما يغيرون الاداره، خاصه انت لما تجي حق اداره ثابته مثل ايامنا احنا يوم كنا في نادي كاظمه بالتسعينات، لما كانت الاداره عماد الغربلي مشعل حمد منصور تنيب، كانت اداره ثابته مع لاعبين مميزين ومع مدرب مميز، حققنا بطولات صح ولا لا؟ صح. لما تريد حق نادي الكويت، نادي الكويت عندهم الحين مثل ما يقول الجيل الذهبي اللي هو عادل عقله مسي عليه بالخير، ابو خالد، وعندهم طبعا رئيس النادي، وكلهم يعني عقليه رياضيه حلوه. وثانيا مستفيدين منه من قوه الاداره اللي عندهم اللي ماسكه الفريق، وفريقهم يعني معهم كلاعبين كمدربين كذا. فاستمراريه الاداره واستمراريه اللاعبين واستمراريه الجهاز الفني هي اللي تعطيك يعني تعطيك شيء على شيء اكبر واكبر واكبر، وتغييرات اكثر للمستقبل له. النادي العربي فيه تفكك، يعني انت الحين اختيار اللاعبين تفكك من اي ناحيه ابو بدر؟ اداريه. اشرح لي. يعني لا انا طبعا ما اقدر اقول عبد العزيز عاشور لا ونعم فيه، ما قلنا شيء، احنا نتكلم عن ابو بدر كرئيس نادي. لا ما حد راح يزعل. انا لا قاعد اقول شوف عبد العزيز عاشور مو اخطبوط، عنده من يدير الاداره تحته، عنده كذا كذا صح، وفي تدخلات منه. بس انا قاعد اقول تغيير اللاعبين الاجانب عندهم وعدم اختيار الاجانب الصح حق نادي العربي هو اللي ضعف نادي العربي. يعني ما عندهم الحين اللي اشوفه بس ايواله، يعني 80% من لاعبين العربي او بس ايواله صح، ايواله. زين وين باقي؟ قبل كان عندهم لاعبين، كان عندهم يعني صح يعني لما نتكلم خاصه اللاعبين المحليين، يعني وين علي خلف، وين يعني كلاعبين مميزين، بندر السلامه يعني الحفاظ على اللاعبين واستمراريه اللاعبين بالملعب هو اللي يعطيك
بناء للفريق يعني سنه عن سنه اكبر. النادي العربي احنا شفناه الحين تقريبا وصيف الدوري 3 مرات ورا بعض، غير لما خذاه ب 21. اي صح. خذ ب 21 خذ الدوري، عقبها قام يصير على طول يعني، بس في منافسه قويه ما بينه وبين الكويت. لكن قاعد اقول لك النادي العربي على قاعده الجماهيريه اللي عنده تفوق المفروض والله ابو بدر، احنا نسمع قاعده جماهيريه ما نشوف احد الملعب. منو؟ بالقادسيه والعربي اثنيناتهم. لا شوف والله ما تشوف احد الملعب. لما نزل ادائهم اداء القادسيه واداء العرب، قاموا الجمهور قاعده الجماهيريه مالت القادسيه قامت تطق فريقهم، تقول هذا مو فريقنا، هذا مو ادارتنا، هذا كذا. فصار في تفكك. النادي العربي كذلك، بس من اللي صار اعلى نادي الكويت. نادي الكويت شنو اعلى؟ نادي الكويت عطى بس موسمين قاعده الجماهيريه يصير عنده اكبر من القادسيه والعربي. لا انا اقول لك يا اخي، لا ابو بدر، لا مستحيل، هاي مستحيل. لا انا قاعد اقول لك، انا قول 10 سنين ممكن. لا انا قدر سنتين. انا اقدر شيء. نادي الكويت اليوم حاصل على بطولات. الحين شفت الحين الشباب الصغار تقابلهم كلهم يقولون الكويت الكويت الكويت، يعني معناته هذول الكبار وهذول بيصيروا بالمدرجات. كأنك قاعد تقول جماهير السيتي اكثر من جماهير يونايتد. ما تصير منو؟ ابو بدر، كأنك قاعد تقول جماهير مانشستر سيتي. شوف ترى انا احب مانشستر سيتي. لا تروح قاعد اقول لك لا منطقيا ما تصير خلال سنه سنتين. شوف انا قاعد اقول لك، شوف جماهير السيتي ترى صاروا احسن من يونايتد قدامه. ادري، انا اتكلم عن عدد ما تصير. هذه الكويت قبل سنتين ان شاء الله راح احييك قبل سنتين هل هذا جمهور الكويت ولا لا اكثر بس مو بوايد اكثر. لا قاعد اقول المهم راح يصير عنده قاعده، راح يصير بس مو ما راح يتأدى. انا حلو. خالفك الراي. الحين حنيك ابو ضاري، بس خلينا ناخذ راي ابو احمد. تفضل ابو احمد. ايش مشكله العربي؟ شوف العربي ما اشوفها، ما هي مشكله كبيره، ولكن هي مشكله تنظيم هيكل الجهاز الفني والاداري في العربي. مثل ما تفضل ابو بدر، الاستقرار هو مهم في انجاز اي فريق. يعني انا اللي قاعد اشوفه سوء حظ للنادي العربي، بالذات في نهائي حضرة سيدي صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل. يعني النهائي اللي صار بين الكويت والعربي هو سوء حظ. يعني العربي لو سجل الفرص اللي اتيحت له في مباراه سابقه، تاكد ان العربي كان يفوز 3-4. ولكن نادي الكويت يعرف شلون ياخذ النهائيات. يعني ترى الكويت ما لعب في مستوى فني كبير، ولكن عرف شلون ياخذ المباراه باخطاء لاعبين، نادي تمركز لاعبين، الهدف الثاني تمركز المدافعين. يعني هذه مباراه نهائيه، لابد انه يكون اللاعب يعني يقظ ومنتبه لهذه الامور. دائما احنا كنا نقول على ايامنا اول ما طلع كره على طول اللاعبين يجون يسكرون، وهذا دور حارس المرمى ان ينبه اللاعبين على طول، وقف فلان، وقف بسرعه من تطلع الكره. ولكن الكونكشن ما اعتقد انه ما كان متواجد في الهدف الثاني. اما بالنسبه للجهاز الفني والاداري مثل ما تفضلتوا، يعني الجهاز انا اتمنى في اي نادي مو بس العربي، الجهاز الاداري لابد انه يكون مستقر، مو اقل من 3 سنوات 4 سنوات. بالذات ان العربي ترى مو تقول نتائجه سيئه، نتائجه ايجابيه، وقاعد ينافس على الدوري، وقاعد ينافس على الكاس، ولكن في تغيير مستمر. الاستقرار الاداري يخلي اللاعبين مستقرين ذهنيا ونفسيا، كذلك الاستقرار الفني مثل ما تفضلت اللي هي هم عزيز عاشور طلع انت قلت ناصر الشطي وقيل. ولكن انا اللي سمعنا اخونا ابو سعود عزيز عاشور شو يقول خلص عقده، لا انا اقصد انه طلع ورجع مره ثانيه يعني. اي انا خلص عقده، خلص وبعدين ما اتفقوا وبعدين رجعه. هي يعني امور نفسيه. يعني رجعه ناصر الشطي امر نفسي، بالذات ان اللاعبين مرتاحين نفسيا مع هذا المدرب. صح. المستوى الفني خلينا نكون منصفين، المستوى الفني اللي قاعد يقدمه الفريق جدا مميز، ولكن يعيبه تحقيق البطولات والاهداف في داخل الملعب، ترجمه الفرص الى اهداف. قصدك ما عنده الهداف؟ ما عنده هداف. يعني انت قبل شنو محقق الدوري من عنده سنوسي وصوله. اي صح. خلينا نكون منصفين. الحين عنده ايولا، من صانع الهدف حق ايولا؟ سلمان عبد الغفور، من كره مسكها لعبها سريعه ومجهود فردي 1-2 سجل هدف.
انت ما عندك اللاعب، خلينا نكون منصفين واقعيين، عندنا لاعبين جيدين، عندنا منظومه، ولكن ما عندنا اللاعب اللي اذا غاب نقول اوف فلان غاب. عرفت شلون؟ مثل ما تفضل أبو بدر يقول لك بندر السلام كان مفتاح لعب ولكن مصاب. علي خلف كذلك عنده امر فردي صح. يقدر انه يستفيد منه النادي العربي، ولكن في الوقت الحالي العربي المنقذ له في الشق الهجومي بالذات في الثلث الاخير هو اللي كان هذا ايوالا. صح، ما عنده غير ما عندك التارجت، ما عنده 80%. صح. انا اعتقد العربي في انتقالات الشتويه، مثل انا شفت تصريح ناصر الشطي ان توجهي وتوجه مجلس اداره ان نجلب مدافع ونجلب راس حربه. هذا لابد ان العربي يتصرف فيه في اسرع وقت. مو بس العربي، في اكثر من نادي العربي لازم يتصرف، بالذات ان العربي حاليا غريب ومستغر فنيا. انا اشوف انه استغر فنيا، واللاعبين ادخلوا منظومه ناصر الشطي، ولكن يحتاج الى لاعبين لتدعيم الفريق لتحقيق النتائج المرجوه او الخطه المرجوه من ناصر الشطي. لان ما يحصل مع العربي انه يخسر مباراه فنيا هو كان افضل من نادي الكويت وضيع فرص، في خلل اكيد في خلل. هل هو من صانع اللعب؟ هل هو من لاعب مفتاح اللعب اللي هو في الطرف؟ هل هو من راس الحربه؟ اعتقد الجهاز الفني والاداري يعرفون الاخطاء ويعرفون نواقص الفريق. يعرفون نواقص الفريق. اعتقد شهر واحد راح يكونون على الموعد. اللعبه النهائيه ترى طردين خلل طردين. لا معناته انه في خلل باللاعبين، في خلل. اي طبعا. تفضل ابو محمد. شوف ابو محمد، يعني في ما في استقرار باللاعبين، ما في استقرار بالجهاز الفني، وما في استقرار كذلك بالجهاز الاداري. فاول شيء باللاعبين اللي هم اساس اللعب. شفنا سلطان طلع، شفنا حمدان طلع، حسن حمدان طلع، بوشار موقف او لا قادسيه او طلع راح قادسيه. ايه اقول لك يعني مو موجود، كان متواجد وكان في خطه ماشي عليها ناصر الشطي، ومن قبل كان يقدم مستويات افضل من كذي. الخلل احنا لازم نطالع الخلل، ليش اللاعبين قاعد يطلعون؟ شنو في اسباب، في اشياء. انت برايك شنو السبب؟ ما ندري سبب مو واضح. ليش قاعد يطلعون ونشوف المشاكل اللي قاعده تصير في نادي العربي. يمكن مشاكل ماديه مثلا. اغلب اللاعبين تاخير رواتب. اقول لك احنا ما اغلبهم ليش. وهذه المشكله مو بس العربي، كل لاعب نشوفه بارز بنادي قاعد يطلع في اسباب، في اشياء من وراء الكواليس. الله العالم، في اشياء قاعده تصير احنا ما ندري عنها. كل لاعب بارز قاعد نشوفه بالنادي فجأة يطلع. في شيء يمكن الرياضيين اللي بالرياضة عارفين شنو قاعد يصير بالأندية لما يجون ينافسون، لما لاعب يصير زين. الله ما تعتقد ان الرواتب او العقود مالتهم في واحد اقل من الثاني، واحد اكثر من الثاني؟ هذا طبيعي. هذا اللي يخليهم. لا ابو بدر هو 3 رواتب. شوف اللاعب اللي طلع مثل سلطان ولا غيره، اذا ما مشيت له 3 رواتب من حقه انه يفسخ عقد اللاعب. لا في بند ان اللاعب اذا ما مشى له 3 شهور رواتب، من حق اللاعب انه يقول امشي. لا بس يعني ما تعتقد انت كنتوا لاعبين تدرون جميع الانديه ترى تاخر بالرواتب. لا انما الى علمي كان هذا شيء طبيعي عند اللاعبين، بس انه يرد له الراتب. بس انما الى علمي مو قضيه راتب. الحين راح يجي خالد ابراهيم ياخذ تقريبا 15,000، ويوم يابا مبارك الفنين ما اعطوه 100,000 ما في خلاف بينهم. ما في هذا طبيعي. لا طبيعي هذا، حتى برا يصير في خلاف. طبعا اساسي، العب اساسي وهذا احتياط ياخذ اكثر مني. الله يرحم ايام اول. تفضل عطني رايك ابو ضاري. لا انا مختلف معهم. تفضل. بخصوص اول شيء انت تكلمت عن موضوع ناصر الشطي. احنا مرينا يعني ما احنا عيال هالوقت، مرينا بظروف، مرينا في مدربين انهوا عقدهم خلال يومين، بعد مو تقول لي سنه وسنتين وحقق انجاز ما حقق انجاز. احنا كلنا مستعجلين النتائج. انت قاعد تمر في نقله نوعيه، مجموعه من كوكبه من نجوم اعتزلوا. النقله النوعيه هذه تحتاج للاعب بامكانيات اللاعب السابق. فانت الان يتيل من الظلم اني انا اقارن جاسم الهويلي، جاسم يعقوب في اللاعبين الحاليين.
ترى عندنا من افضل العناصر بالكويت ومتفق عليه، حتى بالخليج دائما ياخذون الكويت كقدوه وكمثال للاعب بالموهبه. اللاعب اللي عندنا لاعب موهوب بس يحتاج حق احتواء. يعني انا اشوف في نادي القادسيه الان مع اني قدساوي مراضي عن نتائج الفريق، لكن هذا فريق لازم تعدل بشكل صحيح من حيث المدرب يا من مروا علينا مدربين ما بيذكر اسماء علشان يعني راح يدش بمتاهات معاهم. ففي بعض المدربين ما عندهم امكانيه، مو معناته انه مو زين، اللاعب ما قاعد ينفذ. لاعبك يعني انا استغرب من تصرف لعبه العربي نصاري لما ضرب اللاعب. شنو يعني كفكر، شنو تعتقد شنو الاسباب؟ قله ثقافه، قله خبره، لاعب ما عنده لا مبالاه، لاعب ما عنده ثقافه. احنا قبل يوم كنا نلعب الكل يصرخ عليك، فاروق يصرخ عليك، عبد الله العصفور الله يرحمه يزعل الحين، صارخ عليه يزعل، يوجهك الحين قبل لا طحت قم من ريال انت، الحين نشوفه يعني لاعب غبي في هو يقول مع الاسف انا اقولها، لاعب غبي، كاميرات وزوم حاطين عليه ويعرفون الصح والغلط، وفي فار يعني كل هذا. انت بتضغط على الجمهور ولا يسوي شيء يطقون عريله يحط يده على راسه. يعني وصلنا مرحله ما انا عارف والله. بعدين على فكره بعطيك معلومه يمكن الشباب ما راح قبل مشاب انت مالك قدوه؟ منو قدوتك؟ طبيعي بيتر شمايكل. بيتر شمايكل محليا طرابلسي. انت تتمنى توصل مستواه. انا رحت نادي القادسيه بس عشان اشوف يوسف زيدان، يمكن انت ما لحقت زيدان اللي ياب عليه قطع مصري وتاريخ. بس شوف يعني عندي قدوه بالحياه. الحين لاعب معظم اللاعبين منو قدوتك؟ من تتمنى يكابر ما يقول لك ما يقول لك ترى لاعب الحين انا قاعد اسال ما عنده حتى لو عنده يقول لك انا مطوع بس بدري كلنا عندنا قدوه بالكويت. انا شوف كنت اقتدي وكنت اشوفه دائما مثال لي باخلاقه وكفاحه الدكتور حسين تشيمي. دكتور حسين تشيمي كنت اطالعه دائما، كنت اطالع شلون كاريزمته، شلون اصراره، مره يقعد على الدكه، مره يلعب يبدع. ما انسى لعبتهم 92 مصر اعتزال يوسف سويد الكويت لعبوا مباراه كبيره، متشيمي لعب مباراه كبيره، شافك هو يمسح على راسك، هو اللي شجعني، هو اللي قال لي يلا، وهو اللي قال لي اجتهد. دكتور حسين متشيمي له فضل من بعد الله سبحانه وتعالى. يعني عنده متشيمي هو له فضل عليه صراحه. غير الدكتور حسين متشيمي يعني مدرسنا كان قريب، كان يعلمنا يوجهنا. روح نادي كاظم، صدقت والله، سو حط يعني عرفت. هو لاعب فكان كنا اب روحي لكم، اب رياضي يقول لك سوي كذي انت اليوم غلط تسوي كذي، لازم انت تعمل كذا وكذا كذا، لازم يعني ينصحك. الحين ما تشوف اصلا الحين اللاعب ما يرضى تقول. انا وانا واحد من الناس مثل ما تفضل ابو محمد، انا ما انسى. شوف اللي ينسى من بعد الله سبحانه وتعالى فضل الناس ونصيحتهم لك ما انسى. حتى ابو بدر واحد من الناس ينصحني، انا اتجادل عبد الحميد شطي كذلك هم قاعد وياي ايام ما كنا بالمعسكر تصوير. ترى شوف كل شخص قاعد معاي عمري ما انساه. تدري ليش؟ لان اللي ينسى خير او فعل او تشجيع او نصيحه شخص هذا انسان ناكب معروف وعمره ما راح ينتهي. ما في خير توصل لا تنسى الاشخاص اللي وقفوا معك. اي بالضبط. ورحمه الله عليه اكثر شخص ماديا وقف معي رحمه الله عليه خالد الصانع قبل الاحتراف. نعم صحيح. مع ملائكته حاضره 10 سنوات كان يساعدنا. قبل تدري رواتبنا قليله وتو بدايه زواجنا، كان يمشي لي راتب انا وخالد شمري. نعم تذكر خالد شمري كم؟ لا ترى ما حد يدري. رجل خير وبنفس الوقت وبنفس الشهر وبنفس اليوم. واحد ما ينسى ملائكته حاضره. اي شخص اقتديت فيه وكنت تطالع قدوه لا تنكره اكيد مهما توصل. اللي ينكر ما في خير. لو مهما يوصلون ما يذكرك، يذكر انا. لا شنو يعني الجيل؟ لا كل جيل له وقته، كل جيل له احترامه، كل جيل له انجازاته، كل وقت له تقديره. لا ننسى، لا ننسى. انا ما انسى. يعني انا يمكن مرات الناس تزعل من كلامي ابو بدر، تزعل منك بس
الحق يقال. اي طبعا. هني صريح شوف. صريح بالحكي. مو هذا اللي انا احبه فيه. والله الإعلام الإعلام يعني كلكم سولفتوا مع بعض. ترى كلنا مع بعض بس انا نادي فيها. بذكر النقطة ولكل زمن دولة ورجال. صحيح. حتى الإعلام هنيك يعني الإعلام في مرات نقعد وكذا يقول الشرطي والله كتبت عنك صفحة واحدة، ايش كاتب؟ هذا ما يصلح هذا. بعدين مع الأيام تأقلمنا، رحنا أمريكا وقعدنا معاهم وقعدنا مع الإعلاميين. حتى علاقة اللاعب الحالي ما له علاقة بالإعلام. أنت اليوم شلون الناس تعرف إذا المباراة مو منقولة بالتلفزيون بين القادسية والعربي؟ اول ولا الحين؟ الآن أو أول، لأن الإعلام له دور كبير. الإعلام كانوا أول يذكر عليك صحيح. الرياضي صفحة كاملة صح. صورة الغلاف. الآن والله تبي صدق أنا نص لاعب القادسية ما أعرفهم، أقول لكم أشكره لأن أنا ما أتابع، كنت معلق وبطلت، فما عاد في الاهتمام. حتى هذا اللاعب بحاجة حق إعلام. لازم أنت صار لي موقف أنا مع بدر المطوع مرة، يعني أنا كنت منسق إعلامي بنادي القادسية، فهي تدري المحطات الفضائية عقب المباراة تختار، هم يختارون لاعب رقم 9 يطلع رقم، ما طمنا أجانب جايين من برا الاتحاد الآسيوي. فقلت له بدر كذا يبونك كذا، قال إن شاء الله حاضر. يعني في بعض لاعبين يقول لا والله ماني طالع. ما يحب يطلع، ما يحب تعال فكك من الاتحاد الآسيوي، يدفع على غرامة. برجع لك بضاري على موضوع العربي. تفضل محمد. شوف دام ذكر شاب المرحوم ناصر الصانع، خالد المرحوم خالد الصانع، لا مواقف كثيرة في نادي كاظمة. يعني نذكر في مباراة من المباريات يعني كنا بالناشئين شاب تعور، صارت في إصابة ممكن كانت تنهي. ما الحين يمكن الشاب مو قاعد ويانا او ما نعرف الشاب يكون. المرحوم خالد صانع خذ شاب وداه المانيا. منو كان بذيك الفتره 97 يودي لاعب ناشئ مو معروف، يودي المانيا. الحين ما تحصل شيء. لاعب ناشئ تعور، انسان خلاص. اي والله خلاص 97 مو ناشئ كان 97 كنا نلعب فريق اول 19 كنا 19 تعور في مباراة تحت 19. لا بس هو محمد قصده انه وقتها ابو احمد كان صغير شباب للحين ما صار نجم. عرفت شلون؟ للحين تو صغير. ابو احمد انا عندي من اول لعبه لعبها ضد صفاقس التونسي هناك والله العظيم كان يمكن عمره ما تعدى 16 ونص، صغير قسما بالله. نجوميته بينت من صغر انا والله العظيم. ليش؟ لان انتم عندكم جرأة. الاداري الحين عنده جرأة. اي طبعا اكيد. حتى الحين لاعبين يوصل 20 سنه يقول لك تو الناس عليه صح. لاعبين انتهوا، لاعبين 20 سنه شلون تقول تو الناس 20 سنه؟ ليش؟ فعشان كذي احنا ما عندنا اللاعب اللي تقول مسكين. بالضبط. انا لما صعدت الفريق الاول ترى عبد العزيز الهندي لاعب وكابتن فريق الكاظمة، ترى هو اللي قال لهم منصور موجود. نعم. صعدوا مهاجم صالح العيدي مرعب الحراس. كان في عرب كاظمة بعزه وكانوا يضيعون مهاجمين، فتضايقوا منهم قالوا خلينا نقعد عبد العزيز الهندي اللي هو اللي طلب من نعم الإدارة. ليش عندك ما اول مباراة لي لعبتها مع الفريق الاول سجلت 4 أهداف. كان النص منتخب الكويت. مايك إيفيتس هو اللي طلب يوسف الدوخي يلعب بالفريق الاول بدال جمال يعقوب الله يرحمه. الله قبل ما يقبل بس في نقطه في مباراه من اللعبات اللي المفروض احنا نتاهل، مو العربي يتاهل، احنا نتاهل. متى هذه؟ تذكر يوم فلاح دبشه يطقك وانت منفرد مع الجهره. اي مع الجهره انفراد المفروض ينطرد. هذا كان طرده ما عندهم جول شيء. كان الحكم سعد كميل ما طرده وصارت النتيجه فايزين احنا ولازم احنا شنو المباراه اللي وراها يعني العربي احنا نفوز او نتعادل يتاهل العربي. عرفت بالتعادل مو من صالحنا، تاهل العربي تعادلوا بس بالمباراه اللي طافت احنا المفروض نقوم المفروض عشان ما عندهم حارس
سعد كميل رفض انه يطرد الحارس لان قالوا ما عندهم هو شكو ما هذا خوش بعد خوش هو سئل هو يبهني وقعده بيبه مساله مشى الحين مشى روح القانون. عمر انت جبت لي 3 من كاظمه ضد القادسيه يصير؟ مو ضد الغاصيه بالعكس. لا بالعكس هذا اللي يمك تساوي اللي يمك اقول لك انا قبل ارجع لك سالفه ما عرفت لا ما عرفت بالغاتسيه انت ما ترى عرفت كل عشق ما الطفوله عرفت كلها السالفه غاتسيه. ما عرفت لا، مو السالفه هذا لو ما كاظمه انت العربي لا بالكويت صالح يعني الكويت يعني صالح. الكويتاوي صالح. بالكويتي انا لو ما كاظمه كان ما حد عرفني. تدري انت سالفتي لا مع كاظمه؟ انا بس ابيك اسمعني تتكلم. لا بقول لك سالفه. يلا قول، يلا أول قول. مباراة لعبتها بحياتي كانت ضد كاظمه وعلى ملعب كاظمه. حسن شحاته لعب في الملعب. حسن شحاته ايه ذيك الساعة شو تفكر؟ تفكر في اللاعب الوطني حسين محمد إيه. ولا تفكر في محترف المحترف؟ حسن شحاته وربعه. وانا نمت ليلتها طل ما نمت ليلتها اصلا. حسن مو طبيعي. اول تجربة لي ونجحت الحمد لله. حتى حسن بعد المباراة قال هذا حارس له مستقبل. تخيل يعني لاعب يركض سيده ايه ما بعد شوي ولا يرفعه كعب ولا يرفعه. ساحر لا هذا اللي هاي لاعبين وياه حسن شحاته. وعصروا لاعب مو طبيعي. حتى يعني انا المعنويات ارتفعت لان القادسيه عانى فتره طويله ما عنده حارس مرمى كويتي. انا اول حارس مرمى كويتي في تاريخ نادي القادسيه. بعد زيدان ابو فروه ما اعرف عجيب محمد موسى ما بقى عراقي ما يابو ما بقى سوري ما يابو شوف مشكله القادسيه ترى على فكره بالحراس المرمى. ايه. احسن حارس مرمى مر على القادسيه ايه ناوف الخالدي. مو من غاتسيه خيطان إيه من غيام من خيطان. يا يعني انا الحين حارس كاظمه تاسس كاظمه هو مو متاسس. لا قاعد اقول القادسيه. لا ابي احسن حارس مر بالقادسيه يعني طلع من القادسيه. من القادسيه مو انتقال. يعني انا لعبت بالعربي اذا سنتين. انتقال الشطي انا لعبت سنتين بالعربي مو معناته اني العب بالعربي. ايه صح انا حارس كاظمه. ايه صح احسن انا متقارن احسن حارس بكاظمه. لعب بالمنتخب. من كان خالد شمري يقول مثلا معروف خالد شمري من افضل الحراس. ايه صح. ابو حميد شطي تاسس بالقادسيه وهو حارس القادسيه. انا شاب كنكوني حارس كاظمه حتى لو انا لعبت معاه. لا انا حارس كاظمه اعترف. لانك انت بلشت بكاظمه. نواف لا تاسس بهذا بعدين انتقل القادسيه. ولكن نواف انا الحارس اللي تاسس بالقادسيه قول لنا من هو احسن حارس بالقادسيه؟ قال بهمن. يعني انا اقول لك انا يعني يمكن كل الناس في جماع اني انا لعبت لعبه واحده ضد سانتوس. هذا غلط لان انا ماخذ بطولتين الدوري والكاس. 74 خذنا الدوري اللي بعده 75 خذنا. يعني معناته طالما لان تدري احنا عانينا ايش كثر من غياب حارس المرمى. اعطيك اسماء يعني ما تتصورها. قبل عمر ابي اضيف لك معلومه بالنسبه لكلام الاخوان. انا واحد من الناس اللي حوش فرصتي بعد من 68 شاب لغايه 72 يلا صدق فرصتي. انت شو تتوقع؟ ترى ينطبق على اللاعبين الثانيين. ما القادسيه مالك امل تحوش فرصه. كل واحد احسن من الثاني. 5 لاعبين على نفس المركز. يعني تخيل مستوى حمد ابو حمد مستوى فاروق ابراهيم مستوى عبد الله العصفور. هذه ما تلقاها بسهوله. اليوم اللاعب ما عنده صبر ما ينطر ما ينطرك حتى على مستوى العالم. الثقافه تغيرت. انا بدش على هالموضوع بس عندك نقطه عشان بس نطلع من هالمحور. كابتن ابي تاكد لي معلومه ان قبل كان المنتخب لما يروح معسكرات لما يلعب دورات خليج كان الدوري شغال هني طبيعي. دوري لا ما يقدرون في مرات يتوقف في توقف. بس مثلا لما راحوا البرازيل منتخب الكويت بكاس العالم هذا موضوع ثاني. في فرق كان الدوري كان مراتي لا مو الدوري كان يسمونه الدوري المشترك كاس المشترك بس شغال الدوري يستمر ما يوقف ما يوقف. طبعا. وتم كذا سنه صح طبعا شغال كذا ماشي. انا اللي بوصل لك ابو محمد ترى نادي كاظمه انضر. شلون؟ نادي كاظمه يعني شوف لو بتقارن نادي كاظمه متى ما صار زين متى ما صار القاعده زينه منتخب الكويت راح يصير زين. هذا الشيء معروف
ويمكن كلهم لا صار انت من عندك الأزل. عصر ذهبي، انت عندك عصر لا، ذهبي، خل- السالميه عندهم عصر ذهبي بعد. خلنا نكمل. صح كلامك. حتى السالميه كلام انت ايام ما شاء الله كلام- كل المنتخب من لا، كاظمه. إيه. صح. بس كاظمه من الثمانينات أي، من قبل ما الثمانينات. ما شاء الله، من من قبل ما شاء الله. يا جماعه خلنا نكمل نقطه. خلي يكمل، تفضل. نقطتي. في كاظم متى ما صار زين منتخب الكويت راح يصير زين. انت كاس العالم عندك 7-8 من كاظم، بوقتها دوري ترى شغال، يعني 7-8 مع حارسهم لو موجودين. فتره التوقف تاثر عليه. كاظمه ممكن ياخذ ما يصير عنده 4 دوري، يصير عنده 5-6، لانه يمكن 3 سنين كل الدوري شغال. عادل ابو بدر صحيح. انت افضل تصنيف حق منتخب الكويت عالميا لما كان لاعبين 24 كانوا 7 أو 8 من كاظمه مع مدربهم. اليوم كاظمه احنا نفتقد الناشئين صراحه. لا ما تفتقد. لا احنا نفتقد. أنا راح لا، أجاوبك. مو راح أجاوبك، أنت كمل شاب، راح أجاوبك. مو نفس الوضع اللي احنا كنا راح عليه. اجاوبك. ما كنا مو بس كاظمه، ترى كل لا انا بتكلم عن كاظمه مراحل بالذات. السنيه، انت المراحل ما عند اليوم ما عندك انت مواهب. خلينا نكون واقعيين. اليوم انت نفتقد حق قلب الدفاع، ونفتقد حق مهاجم راس حربه. ترى الكويت ما فيها. انا اشوف في مواهب بس ما في ثقافه كرويه، ما في مواهب. ما في ثقافه، ما في ثقه بالمواهب. إيه، ما في هذا ثقه في اللاعب. هذه الثقافه. إيه. يعني ما في استمراريه. ما في لاعبين. بالضبط. يعني شاب قال لك ابو بدر 16 سنه لاعب فريق اول. اليوم منو 16 سنه اللي لاعب؟ عندنا اليوم صالح المحطب من افضل قلوب الدفاع بالكويت، اللي مع ولد شهاب العام ما دش عليهم ولا جول. ولا جول. بلو. اللي صار لك 20 سنه ما اخذ الدوري، على الاقل حقق الدوري. في دوري بلو. وين اليوم صالح المحطب؟ لان جميع الانديه قاعد تبغى الدفاع، فما يحصل له فرصه. لما يروح المنتخب ويلعب لاعب ما يلعب مباريات، عمره ما يصير لاعب. فاليوم احنا الخمس محترفين اللي موجودين ترى قاعد ياثرون على اللاعب. اكيد هذه اكيد قال اكيد. صالح قال كلمه ان احنا نفتقد المواهب. عدل المواهب، متى تطلع المواهب اكثر؟ كل ما استمروا باللعب. اللاعب يمكن شرط يدي، اذا اللاعب يلعب على طول طبعا هذا طبيعي، طبعا هذا طبيعي. زين. انت لما تستمر باللعب باستمراريه داخل ارض الملعب اكيد بتتطور. بتتطور وتصير أكيد. احسن وتبين موهبتك اكثر. صدق قسما بالله انا يمكن قلتها اكثر من حلقه واكثر من برنامج. قلت لك مره قعدت انا مع ميلان ما شاء الله يوم يدرب العين بالامارات، قعدت معاه اسولف وياه او منتخب الامارات او كذا، سولفت وياه قلت له انت درت على الخليج كله، شلون اللاعبين؟ قال ما شفت انا مواهب مثل الكويت، مثل الكويت كل مواهب افضل دوله الكويت قبل للحين. الحين المصريين يقولوا انتم احسن ناس. بس وين والله انا اشوف المواهب موجوده، وين؟ المواهب موجوده. بس انا تفضل بو. طبعا مو اخوي كلام على متمه، ولكن ردا على كلام اخوي ابو محمد. كان انت من 20 سنه محقق دوري في نادي كاظمه، اللي قاعد يلعبون معاك في دوري يلو العام كلهم لاعبين كويتيين، صح، منظومه جيده. حتى لو انت تغزك بلو مو يلو. غزد دوري بلو. حتى لو انت ما عندك مواهب، عندك منظومه. انا توقعت مو اقل من 12 لاعب يكونون هالسنه مع الفريق الاول. انا توقعت شيء والله. ما يصير انت اندل مع احترامي لهم، مجلس اداره او ما ادري من اللي ماسك بالفريق، او ما ابي اذكر اسامي لان يزعلون. ما ابي اذكر اسامي، شوف هم يعرفوني اخواني، بس ما ابي اذكر اسامي لان في ناس راح تزعل. ولكن انت يفترض عندك مو اقل من 12 13 لاعب يفترض انه يكونون متواجدين وعناصر اساسيه مع الفريق الاول، لان هذا نواه حق المستقبل. صح. ولكن شنو سويت هالموسم؟ يب هذا رد هذا من الاعاره، يب وما سويت انت؟ وما زال فريقك مع احترامي لك قاعد تفوز، بس ما زال المستوى الفني جدا ضعيف، اختيارك محترفين جدا ضعيف. عندك سامسون الان انا اكثر واحد انتقدته حتى لو يسجل جدا ضعيف، ما زال ضعيف. اختيارك المحترفين بتقول لي لا انت تفهم، لا مو سالفه تفهم، ترى احنا نطالع. تروح تجيب لي لاعبين صغار بالسن حتى لو هم عندهم كواليتي اللاعبين، ولكن انت تجيب لك محترف ما يوصلك لبطوله، ما يوصلك مو طموح ما يوصلك لبطوله. انا بعرف اختيار المحترفين بموجب شنو انت قاعد تختار. هل انت قاعد تختار لاعب انه قاعد ينعرض عليك، او تختار نقاط الضعف اللي يحتاجها الفريق؟
لاني اللي قاعد اشوفه مجرد اختيارك المحترفين. يمكن على كلام المدرب، اختيار لا المدرب. لا مو مدرب، مو اختيار مدرب. باللي يقول اختيار مدرب انا اتواجه معه، مو اختيار مدرب. يختار لك ثلاثه لان اللي قاعد تجيبهم انت يعني مثلا احنا عندك انتقالات شتويه ونما الى علمي. هذه انا من علمي يعني نما الى علمي شيء خطير. انه والله كاظمه احتمال يقعد على المحترفين، ما في احترام، ما راح يجيب تغيير. لا والله شلون انت بتاخذ بطوله اذا هذا محترفينك؟ والله ما تاخذ بطوله. هذا اللي نما الى علمي. لان انت اذا طموحك بس ان كاظمه يكون متواجد بين الثاني والثالث، هذا عمرك مرة. لاني انا مريت في الموسم السابق واللي قبله نزلت لا لا لا، هذا مو طموح. اذا انت تبي كاظمه يرجع الاول ابو بدر، يفترض منك او من رئيس مجلس الاداره او من اعضاء مجلس الاداره او من الجهاز الفني حتى من المدرب انه يقاتل يجلب لاعبين ومحترفين يساعدوني اني اصعد لمنصات تتويج. اخوي فواز بخيت لما حقق ويا كاظمه كاس الامير نعم يمكن غير 17 محترف، نعم عطوه الخيط والمخيط. لا فوق 23 صح، ما صح عندي صح مشكله. شنو كان هدفه فواز بخيت؟ يبي يتطور، يبي ينافس، ابي بطوله. ايه؟ حقق بطوله، نافس على الدوري سنتين ورا بعض. نعم. مع نادي الكويت. حتى في الموسم الثاني خسر النهائي لولا تصدي تصدي كميل في الوقت الاضافي مال ناصر فرج. كان كاظمه يحقق ثاني كاس على التوالي، كاس الامير. صح. ما انساه في الوقت الاضافي الثاني. ولكن كانت المنظومه متواجده بعد تغيير الاداره. كاظمه حاش دروب. وين اللاعبين؟ وين الفارسي؟ هذا طلع. شو اللي صار؟ هذا يسمونه سوء اداره. لان انت ليش سموه سوء اداره؟ من اللي يمسك اللاعبين، الاداره ولا الفني؟ احنا نتكلم سوء اداره. يفترض قبلها انت مخلص مع المنظومه هذه، لانك انت مشيت في مستوى مميز. سنتين قاعد تنافس على الدوري، حققت كاس الامير، جيت الموسم الثالث نص اللاعبين ترى طلعوا. اذكر والله اذكر طيرت الاداره، لاعبين طلعوا. شو السالفه؟ شو اللي صار؟ ما يصير. كاظمه اذا يبي يستمر لابد انه عنده استقرار اداري. بهالاداره ما راح يستمر. ولاعبين ومحترفين. امر طبيعي هذا كله. لا مو طبيعي اللي صار، مو طبيعي. احنا بس عشان نغير المحور. لا على طاري، لان هذه نقطه مهمه جدا. على طاري سوء اداره او من الكلام هذا، احنا اخذنا تجربه. احنا مشكلتنا ان نخوض تجارب ما في من يقيمها. طيب لما طبقنا الاحتراف الجزئي، نبي واحد مسؤول من الهيئه العامه للشباب الرياضه يقعد يفنط، يبين السلبيات والايجابيات، وهاي هل هي تجربه ناجحه نستمر فيها، نوقف، نغير الموضوع. على سبيل المثال، انت طالما تبي الان الارتقاء بمستوى الرياضه الكويتيه، ليش ما يكون في احتراف جزئي حق الاداريين؟ هذا الاداري انا اعرف من وين جايبينه، محسوب على قبيله، على طائفه، هي بالواسطه صار مدير كره، صار مشرف، صار يعني حتى اعضاء. انا مع الاسف يعني اقولها يعني حاسب نفسي وايد موضوع المجاملات هذه. هل كل مجالس الادارات بالكويت يشتغلون؟ الانديه الرياضيه يحضرون جلسات؟ ماكو مشكله. انت صرت اداري، اكتب فلان غايب فلان حاضر، وهذا الحين بصمه تواجد، بصمه هذا طبقوا البصمه. اي طبقين. اي بس تواجد على شنو قاعد يسوون؟ لا انصراف، حضور، خصم راتب. شنو قاعد يسوي؟ لا العمل الحقيقي شنو قاعد يسوي؟ العمل الحقيقي يحتاج امور كثيره. اي يعني المساله مو بس بصمه. ما يصير احتراف جزئي. طبق الاداره اهم من انا عندي اهم من بضاري. انا عندي شهاده تدريب، يقولوا ليش ما تدرب؟ قلت انا شخصيتي كاريزمتي اداري صح، بس انا ما يبوني، لاني انا صراحه تمسكني لسانه قوي، حاجيك وفكره قوي. لما تمسكني طيب طبيعي اني انا ما راح اخليك تتدخل في شغلي. هو ما يبيك كذي بضاري، ما يبيك كذي. انا طبيعي، انا صح يعني خطا بالاداره. طبيعي مسكت من الطبيعي اصلا ما راح ارد عليك او ارفع لك تقرير كل شهر تقعد تناقشني. صح. اما تتدخل في عملي، هذا الاحتراف. ما يصير انت مع الاسف من غير ذكر اسامي ما يصير تتدخل في عملي او في اختياراتي. انا لما تحطني او تحط الثقه فيني، عليك انك تاخذ مني تقرير شهري وناقشني عليه وتحاسبني عليه. ولكن انت تحطني وتتدخل في شغلي وتتدخل في شؤوني، ايش حق حاطني؟ ما اسمح لك. ايش حق حاطني؟ لان في امور قاعد تصير انا اعلمها، في امور قاعد تصير خطا.
يعني في ما راح النادي تمسك. خطا، يفترض انها تتعدل. لا صح. يتعدل اذا انت تبي استقرار تتعدل. اما كاداري لما تحطني انا شخصيتي ما تحطني اداري، لانه يدري اني انا لما تحطني على طول حقاني راح امشي. وهو ما يبي كذي، يبي انا اناقشك في كل وقت، اقعد وياك، اقعد وياي، اشرب وياي شاي، سوي اللي تبي تسوي. خلاص بس ما راح تطور الرياضه. بس مو من حقك انك تتدخل بالشغل. لان صح. الاحتراف الحقيقي لما تحط الاداري وتحط ثقتك فيه طبعاً. انه يحط لك المنظومه ويحط لك الاشخاص. صح. انا ما جاملك، ما احط ربعي، احط لك الاشخاص اللي انت، انا اعرف مثلا صالح العنيزي يشتغل حرج احطه معي، اعرف ان هذا باكر ما راح يطقني احطه معاي ويفهم في الرياضه. اما في الوقت الحالي لا. طيب تدفع الثمن الحين. هذا اللي قاعد يصير. لابد انه ما يكون في مجاملات، ان كان في اداري في اختيار حتى لاعبين، في اختيار المدربين، انا محترفين. ليش اجامل المدربين؟ اجيب المدربين مراحل سنيه، اعطي 50 دينار ويدرب. كويتي. والله يا اخي شيء حزب الناس. على 150. ايش يقولوا لي؟ تليفونك رن لا، بضاري ويناقشك. سايلنت عمر انا بقول لك شغله ايه. صارت معي. عشان بعدين نروح ابو اي محمد. انا بس اخر شغله، يعني انا خذيت شهاده تدريب وتعبت، يعني خذيت وتعبت عليها كذي، ماخذ حقي اني ازيد فكري رياضي، ازيد معلومات. السي في حق سيرتك الذاتيه. انتي مثلا تقول لي ترى هذا السقف الرواتب حق الناس، قلت عمركم ما تتطورون. واحد قاعد يناقشه عزيز علي، قلت له عمركم ما تتطورون. انت لما تناقش مدرب او تفاوض مدرب حق مراحل سنيه، قلت له اهم مرحله الاتحاد. قلت له تدري سبب ان اللاعبين يوصلون الفريق الاول المستوى الفني والمهاري سيء؟ لانك انت قاعد تمشي الليله. لاعب مو 100 200 دينار. قلت له انا ارضى ادرب 200 دينار؟ ما يصير. عادي. قلت له شنو 200 دينار؟ ادرب 200 دينار؟ انا انزل اول شيء من مستواي الفني، انزل من فكري، وانا قاعد اطور من نفسي وانزل من قيمتي. اي صح. يعني انا عندي مثلا، انا تدريب، خلني انا في ناس افضل مني، ولكن انا عندي مثلا حراس وعندي بي ليسن تدريب مدرب. تدري سقف الراتب يفترض اقل سقف الراتب 500 دينار. شاب هذا أقل شيء. تدري اقل شيء. شاب سقف تدري الراتب. انا اشتغلت 100 دينار، ايش كانوا يقولون لي؟ لا، ما انت يصير. ولد النادي. لا، ما في شيء معانا اسمه ولد بالاخوان النادي. هذه. والله انت ولد النادي. حتى على أنت فكرة ولد محمد. النادي. خلينا نسمع حتى على فكره ابو محمد، حتى الجهاز الاداري والاداريين عندهم شهادات. 150 المفروض شهادات، احنا ناخذ شهادات من، لا سوف يسوون دورات بالاتحاد. يكون. احنا ماكو دورات، احنا شيل وحط. انا ماخذ بس. بي، انا ماخذ بي احلى وحده بي كاداره. اشوف الاداريين ما يسوون مثل الاداري اللي ماخذ شهاده. لا انت ما أنا جاملك شغال. اداري مميز. خل ولكن نسمع. اداري ما اقطع كلام اخر كلمه. اداري انا شلون ارضى على نفسي؟ انا اداري تعطيني 150 شنو؟ صح. اي والله شو شيء. السالفه؟ شلون ما سايق يصير؟ شلون شو؟ انت بتطور؟ شنو 150 حتى دينار؟ أنا- حتى سايق اعطيه 200 دينار. شاب انا اشتغلت بالعربي صعبها. قدساوي يدرب بالعربي، ودربت بالقادسيه، ودربت بخيطان. حلو، خلينا نسمع راي ابو محمد. تفضل محمد. عندك انت كنا عندك أنا- تو أنا قاعد تقول عندي- لي. لسه لا عندي لاعب يمكن يعرف شاب، إيه. اللي اكثر لاعب يمكن تحسفت عليه انه طلع من كاظمه لما قال الشاب 12 لاعب توقع يصعد. في لاعب ولد الختلان، الباك. الباك يمكن اكثر لاعب انا وايد تضايقت، لان كنت احضر مباريات دوري بلو واعرف قيمه هذا اللاعب، وكنت اللاعب هذا متوقع انه مميز. يصعد بالفريق الاول. فاللاعب يعني طلع من النادي في ما ادري شو، ما تابعت موضوع، كان بس نجم العام. وايد تحسفت عليه. والانديه يعني يعرفون هذا اللاعب، لا يخلون هذا لاعب قيمته وايد عاليه. فاذا يعرفون هاللاعب وشايفينه في احد الانديه، اتمنى ان يتبنونه وياخذون او ياخذون. حلو، ممتاز. احنا خلينا نطلع من هالموضوع هذا. انا بس ابي اتكلم معاك ابو ضاري، نبي ندخل على الاعلام الرياضي في الكويت حاليا. زين، احنا كلنا ندري ابو ضاري ان الاعلام بشكل عام رياضي ولا غيره هو سلاح هو شوف يغير لك. بس ما خلص سؤالي، اسمع على كم ابو ضاري. هو سلاح عادي، يشيل لك مدربين، يشيل لك لاعبين، يشيل لك اقالات، يسوي لك كل شيء، يجيب لك حتى تعاقدات، يجيب لك الاعلام. حلو. انا بعرف تاثير حاليا الاعلام الرياضي بالكويت على الرياضه، انت تشوفه تاثير سلبي ولا ايجابي؟ واذا سلبي شلون، ولا اذا ايجابي شلون؟ شوف، هو سؤالك وايد حلو، لان وهل اساسا ابو ضاري عندنا اعلام رياضي في الكويت؟ لازم استرجع
واقف مثل اجلال ومحبه وتقدير للناس اللي خدموا الرياضه الكويتيه على مدى سنوات. يمكن ضيوفنا عاصروا فترات صعبه مره فيها الاعلام الكويتي هجمه شرسه من اكثر من طرف. منصور يذكر الشيء الخلافات، نعم، بس كانت خلافات ومنافسه شريفه ما كان لها هدف. على سبيل المثال احنا نعتز في ان تعلمنا على ايدي مثقفه متمكنه من رؤساء اقسام في الصحف. انت قصدك الجانب الاعلامي خاص من جانب الصحف، لان اليوم ضعيف جدا. الصحف كانت في يوم من الايام بالخليج احنا افضل دوله، او بالدول العربيه بعد. انا مو بس اتكلم الصحف، انا اتكلم الصحف وايضا المرئي. ايه انا عارف والمسموع. قاعد اقول لك انا، لان احنا عندنا افذاذ من لبنان افضل المحررين الرياضيين كتحليل. انا من الناس اليوم الثاني اروح اقرا شنو كاتبين عني، يعني هذا شيء مو سهل. عندك من مصر فطاحله، اسامه صبري، سيد الهويدي، هويدي، عندك ابو بلال هذا السيد. بعدين عندك من الوطنيين عدنان السيد، فيصل الجناعي الله يرحمه، صادق بدر. يعني حلو. ابي ابو ضاري، انا بوصلك المعلومه يلا تفضل عشان اوريك شنو المستوى والناس اللي تتعامل معاها، لان انا كنت صحفي في يوم من الايام. ف هذيل الخبرات اللي كانوا يسافرون مع الوفود كانوا يغيرون نتائج. صحيح. كانوا يغيرون اتحاد كامل يشيلونه، ما عندهم مشكله، لانه كانت في زاويه يعطي رايه ويسكت. حلو. ساعه المسؤولين هم اللي ياخذون القرار. حلو. السليم. الاعلام الحالي ايش رايك فيه؟ الحالي لان السوشيال ميديا هذا اللي يضيع الصحف الان. ما عاد تصدر، لكن نادر ما تلقى واحد يكون يعامل له اشتراك او يتابع او يكابر، يعني ما او هذا اسهل وسيله يدش على. ما تقرا جريده مثل الاول، قاعد تقرا. الحين ما حد يقرا جرايد. احنا قبل هذا انت تشوف انت تويتر سلبي ابو ضاري؟ طبعا مو سلبي، هذا لا ناسه لا مجاله. انت الحين الكبار بالسن يقول له والله اقرا المباراه، يقول لا ما اقرا. ايش اقراها؟ اقرا بالتفاصيل، اعرف شنو الاحداث، اعرف شنو الخطا، اعرف شنو الصح. صحيح. ما يعني كل واحد له ميول. بس احنا الاعلام على فكره، تدري قبل تطلع مجله الرياضي اذكرها الناس تنطر يوم الخميس، الناس تنطر موعد اصدارها عشان يشترونها. هذاك اول ابو ضاري. الحين تغير الوضع. اول لازم تعرف ان في تخصص ايضا في الاعلام. في ناس ترفع من معنوياتك، في ناس تحبط من معنويات. ما بالخط العريض عبد الحميد الشطي يتسبب خساره فريقه. انت كلاعب انت شلون تتعامل مع الاحداث؟ هذا شاب مر بتجارب، ايش كثر طبوا فيك، ايش كثر ذموك، لان انت حارس مر من معروف دائما معرض لانك صح. فالاعلام كان مؤثر. وعندي مانشيت غير هذا ما انساه لحد الحين بعد اسياد بوسان لما كنا بكوريا طلعنا من ايران 1-0 دور قبل نهائي. تدري مانشيت كبير ايش كاتبين؟ الازرق خيب املنا وكنكون يرفع راسنا. الله. تخيل انت من بد منتخب كامل. هذا مانشيت ترى كبير بالنسبه لي، مو ناسي من 2002. ففي كتاب عندي اياهم. جناط الكبر كلها جرايد قبل. اي ترى مؤثره طبعا. قال جرايد وقلت مره صار وياي لقاء في اليونان بتلفزيون الكويت يعني، وقلت كلام يعني بصراحه ما حطوه. ليش؟ ما حطوا لان ضد الاتحاد كنت. لان شنو انت تعسكر بمكان وانت بتلعب مع السعوديه؟ شنو انت في اعتبارات. يعني احنا من نتكلم صراحه، لان حرقتنا على الكويت. يعني انا مودينا مكان منطقه بارده وبنتمرن فيها وما اعرف ايش معسكر واحنا بنلعب مع زين عسكر بالامارات. عسكر بقطر يمك عدل صح وروح صح. العب المباراه. شوف انا صار لي موقف على طاري طالما قاعدين الشباب. ما شاء الله مدرب منتخب الكويت دورة الخليج اللي بالبحرين، بالسعودية. البحرين لا البحرين اللي خذيناها 98.
كان هو بلان شيطان يتغشمر مع أوه، صحفيين مع الصحافة يضحك. كان يقول لي لا تسألوني وانا بالمؤتمر، اسأل احرج الخصم بس لا تتعرض حق منتخب الكويت، لا تقول شيء بما معناه تكتيك معين. المهم كان اقول انا ما ادري ايش قلت، إيه انت كان ناصر الجوهر وفقت الالماني عرفت عدل عرفت بالمؤتمر. كان اقول له انا سؤالي موجه حق الاستاذ ناصر الجوهر مدرب المنتخب السعودي، والشطر الثاني للمدرب العالمي فوقت. تعرفك نفسك. شغل علي السعوديين. كان يقول ناصر هذا صاحبنا الإعلامي الكويتي عطى أهمية حق المدرب أكثر مني. قال له شو اللي أعطيتك أهمية؟ ما أعطيتك. شو اللي أنا غلط فيه؟ أنا صاج، أنت أستاذ، الأستاذ هو اللي يخرج المدرب العالمي. والله كذا حرجت. حلو. كان يطلع واحد سعودي قال أنتم متعودين يا الكويتيين بصحفكم دائما مناوشات، حياتكم كلها مناوشات. كلامه صح. احنا الاعلام الكويتي كان يلعب دور منصور في حتى النتائج دورات الخليج. اي بالضبط. انا عشان كذي قاعد اسال التاثير. انا بسالك ابو محمد احنا طبعا كلنا ندري ان الاعلام تغير، ما هو مثل اول. حلو. الاعلام حاليا صار كله بالتليفون، كله بالايد، سوشيال ميديا. وكل خلينا نقول ان انا ادري يمكن في ناس وايد يزعلون، وخلي يزعلون كيفهم، ما همني احد. في ناس عندهم جروبات، حلو، يشغلون جروباتهم اذا هم يبون هالشيء هذا يصير بعيون الناس صح او غلط، بغض النظر اذا هو صح او غلط. يعني مثلا انا عندي شغله سويتها غلط، ابي ابين حق الناس ان انا سويتها صح، اشغل جروبي هم يطبلون عشان الناس يشوفون ان هذا صح والعكس صحيح. هل انت تشوف هذا الشيء بالكويت هو اللي يدمر الرياضه، ولا هذا ما له علاقه بتدمير الرياضه؟ شوف ابو محمد، الاعلام يا يرفع يا ينزل. احنا يعني الاعلام عندنا يعني مو نفس الاعلام اللي قبل، مو نفس الاعلام. خلينا نكون واقعيين. مدارس ولا شيء. احنا دائما نتكلم عن الماضي ونتكلم ونتحدث الماضي، كنا وفعلنا، لكن ليه وصلنا مرحله الحين ماكو شيء، بس انتقلنا بالماضي. بالضبط. انتقلنا بالماضي بس. فتبي تطوير، هذا ينتقد هذا محسوب على هذا يتبع رئيس النادي، هذا ما يبي زعله، هذا جروب. نفس ما قلت، وين وصلنا؟ ما وصلنا شيء. كلمة اللي نسمعها يمكن كلمة هارلك أكثر كلمة سمعناها بال15 سنة اللي ضافت. فأنت بتقول لي كذي، بقول لك وين قانون الرياضة؟ بس هذا ما يمنع. وين قانون الرياضة؟ قانون الرياضة وين؟ ليش ما يطبق؟ ليش ما للحين ما تطبق؟ القوانين وايد شفناها حلوة وقوانين زينة. قانون الرياضة وينه؟ فيها سلبيات. حلو حق الفتوى والتشريع. في سلبيات. في سلبيات. انزين اوكي، في سلبيات. ما طبق شيء. انا طبق شيء ايجابي. انا من قبل 6 شهور حاجينا حق الفتوى والتشريع اللي قاعد ادري، بس لحد الان ما انزين من 6 شهور ما حلوا السلبيات. 6 شهور اطلعت عليه. انت اطلعت على القانون الجديد. اكبر سلبيه مات الرواتب. مو بس كذي، خلى تتكلم ما يبغى طار اللاعب. انت طبق طبق شيء. طبق وعدل السلبيات. مو حلته قبل 6 شهور حق الفتوى والتشريع، 6 شهور من السلبيات ما تشيلها. وين القانون؟ اختلاف وجهات النظر بالاراء. وين اختلاف؟ تبي رياضه يلا. وفي مصالح. انا في مصالح. ابو بدر قول، تفضل، ابيك تسولف لي عن الاعلام الرياضي. الاعلام الرياضي انت شو تشوفه صراحه؟ قبل يعني احنا ابو بدر ملينا صراحه. احنا تعبنا واحنا نقول قبل. تعبنا. لا تقول قبل، قول اول. الاعلام الرياضي الحين الاعلام الرياضي الحين مو مثل الاعلام السابق. اليوم الاعلام الرياضي موجه الاعلام الرياضي. انا اوجه مثلا حق صالح، امدح صالح.
ما اذمه ابدا يقولوا لي ناس يقولوا تكفى عطنا يعني ماكو مصداقيه. ما في مصداقيه. فقاعد اقول لك الرياضه عندنا اليوم كل شبه نفس اختيارات الرجل المناسب اللي مو مناسب المكان المناسب. ماكو فايده. يعني انت الحين لما تيجي وتقول والله ابي انا عطني اعلامي يقول لي يتكلم صح عن منتخب الكويت، هل منتخب الكويت صحيح ولا لا؟ يعني انت منتخب الكويت الحين صار له سنوات مكانك راوح، يعني مو قاعد يتحرك. شنو التطورات؟ المفروض هو الصحفي في اجتهادات ينصح، يعطي نصايح، يقول يا جماعه انا اشوف كذي وكذي وكذي، وقعدت مع فلان وقعدت مع فلان وقعدت مع فلان، هذا اعطاني شو اسمه كذا وهذا اعطاني كذا، على اساس ان نوصل الى احنا نقطه واحده. ونقطتنا شنو؟ الهدف مالنا شنو؟ تطوير الكره الكويتيه. لحد الان ما في تطوير حق الكره الكويتيه. هذا يعطيني راي وهذا يعطيني راي، وانا سكرني عن هذا وما بطلتني مع هذا. تتوقع الكل يبي الكره الكويتيه تتطور؟ ولا في ناس عندهم مصالح؟ لا، في ناس عندهم مصالح ما يبونها تتطور. انت تطورت طاروا. والله العظيم. يا عمي في ناس ينطرون منتخب يخسر يا رجل، وصلوا مرحله والله ينطرون المنتخب لا خسر والله العظيم. قاموا يشجعون الفرق الثانيه. تخيل لا قبل علينا قالوا هي عمرك شفت انسان وطني ينطر المنتخب يخسر؟ شلون ابو احمد؟ يعني اشرح لي. انا اشوف واقرا واطالع. وين تشوف؟ بالتويتر يعني؟ واشوف ناس عرفت مثلا تصير مثلا مباراه منتخب يحط فيديو وهو كان يلعب منتخب، وين شكو؟ انت عندك 25 على 26 حط صوره لاعبين المنتخب، شجعهم، حط فيديو منتخب. انت ما هو شغلك. انت الحين الجيل هذا يحتاج تشجيع، يحتاج اني انا اوقف معاه، يحتاج اني انا اسنده، مو بس طقه. هو شنو مصلحته انه يطق؟ شنو مصلحته؟ يعني مصالح خاصه. يعني مثل ما قال ابو بدر موجه هي اكيد. هذه يعني بالمية. ما اعتقد ان الرياضي الواعي مو فاهم من غير لا اذكرها انه موجه ولا غير موجه. بس اللي يحس في خاطري انا الحين انسى اني العب سابق، انسى اني انا كرياضي او ككويتي محب للمنتخب، والله اني احزن، والله اني فرحت. تذكر مباراه الملحق اللي فازوا؟ اذكر. قمت بس اكتب اغرد، كنت تشوفها مستانس واحط صورتهم، ما احط صورتي انا لاعب ضد بريطانيا. انا شكو اقول 2025 ما احط هذا. اوكي انا ذكرى احط صورتي ايام المنتخب قبل، مو بالحدث احط صورتي. صح مو بالحدث، مو شغلي انا ابين نفسي بوقت فرحه الاولاد. هذه فرحتهم، هذا جيلهم، هذا وقتهم، لازم افرح لهم. لما المنتخب يفوز احط صورته، انسى يوم. لما المنتخب هذا احط صورتهم وهم ملامين بعض. بالعكس انا استانس لهم. تدري شنو استانس؟ اقسم بالله من متى مو مستانس لما فازوا امشي مرة تقول لي ايش فيك؟ قاعد يقهر. لا مستانس. تقول لي ايش صار؟ معوده من زمان ما فرحنا. جينا مباراة الثانية مباراة مصر، لعبنا اول مباراة يمنا مصر تعادلنا، هم فرحنا على روح الفريق مو مستوى فني. احنا ما لعبنا، احنا سكرنا ولعبنا على المرتده. اي صح. احنا سكرنا ولعبنا على مهارات فرديه باللاعبين، عرفت؟ كان تكتيك المدرب. مع اني انا في شغلات انا شنو شعورك بالبلنتي مال جولتي مال الحوشان؟ تصرفه كان يعني متهور، يعني من افضل الحراس، ولكن قله خبره تهور. احنا نسميه تهور، مو تهور من حارس. يعني انا جاتني فتره تهورت في بعض، قص الحق حتى على نفسي اسميه تهور من حارس المرمى. يعني ما كنت انا راكد في الموقف، يعني كان هو اللاعب برا بعيد ومعاه لاعب معاه مدافع برا. تهور مو غلط، تهور. مرات انا اتهور في مثلا فعل معين داخل الملعب، في رياكشن معين مختلف. هذا نسميه تهور من اللاعب، تدخل متهور من اللاعب. ولا كان مجمل؟ لا هو ممتاز، مباراة جدا مميزة، وما زال يقدم وجهة نظري هو الافضل في الوقت الحالي. محمد انا ودي اتكلم شغله واحده، لا تفكر بنفسك، فكر بالمستقبل ومستقبل العيال اللي قاعد يلعبون. في ناس وايد مثل ما قال اخوي شاب، في ناس يبون المنتخب يخسر على اساس يتم اسمهم موجود. لا يعني انت ايش حقه؟ ان شاء الله خلي يفوزون ربعنا وصفق لهم علشان يقولون شوفوا احنا قبل وشوفوا المنتخب الحين. برافو عليك، هذا اللي حبيت اقوله. عمر والله صدقت ابو بدر. انا اشوف اذا تبي مصلحة المنتخب لابد انك انت ترفع من قيمة اللاعب. ثاني شيء انا قاعد اشوف ان الاعلامي والضيوف وهذا اشهر من اللاعب الكويتي. نعم صح. بالضبط. يفترض انا كاعلامي اطلع اللاعب. قبل كانوا يطلعونا، كانوا يسوون لنا مقابلات، كنا دائما في الصورة. الحين انا اشوف الاعلامي اشهر من اللاعب. صحيح. ما يصير يا اخوان،
يفترض ان اللاعب يكون اشهر من الاعلامي. صح لا احنا الاعلامي اشهر. سؤال، انت تعرف اعلاميين برا؟ تعرف اعلاميين لا برا؟ والله لا والله. احنا بالكويت نعرف الاعلامي والضيوف اكثر من هذا. اي بالضبط. ليش المنتخبات ليش قول ليش ما يعرف من المدير؟ انا اقول لك ليش. لا انا اقول لك ليش ما يصير، لازم انا اللاعب اقول لك يكون اشهر من الاعلامي. انا اقول لك السبب، لان اساسا احنا ما عندنا رياضه، فاحنا متعتنا بالرياضه وين؟ بالاعلام. فاحنا ما نطالع مباريات، نطالع برامج. ما عندي مشكله، بس انت ليش ما تطلع قيمه الفنيه مالت اللاعب؟ ليش دائما تطلع القيمه السلبيه؟ ليش تطالع هو ابو احمد اخطاء اللاعب؟ هو ابو احمد في ايجابيه بالدوري ما في، بس في لاعبين مجتهدين. في لاعبين مجتهدين. في نقطه لازم يعرفها، اللاعبين الاداريين مسوين عليهم بلوك. يعني تقول حق الاداري تكفى بغاب اللاعب الفلاني، قال لا يرحم والديك، ما يصير. انت مو تبي تطلع اللاعب، لازم تطلع، لازم تجيب اللاعبين تقعد وياهم كذا مراحل سنيه، تقعد وياهم وتسولف وياهم وتعرف وتوصل اللاعبين. احنا رافقنا المنتخبات، احنا مرافقين صح ولا لا؟ نقعد وياهم ما يخلون مع اللاعبين. لا ما يخلون، من بعيد بعيد سافرنا وياكم، من بعيد لبعيد. الحين مو كذي، واللاعب متداخل مع الاعلام. اي مو بس كذي. الحين اذا انا كنادي مثلا القناه هذه ما تعجبني، انتقدتني يوم من الايام ولا بحلقه من الحلقات، ما اخلي المايك هذا يقابل لاعبيني. صح. وصلت للمرحله الشخصانيه. احنا لا اعلام لا رياضه، لا يعني ماكو ثقافه رياضيه عندنا ولا عندنا الروح الرياضيه اصلا. تلفزيون الكويت الحين لما تنتهي المباراه مو الصحفي او هذا المذيع يبي يقابل لاعب القادسيه ولاعب العربي مثلا، المغلوب ما يطلع. يا اخي يبون لنا واحد خلينا نكلمه. لا هذا خطا من الاتحاد. صح ولا لا؟ هذا خطا من الاتحاد مو من وسيله الاعلام. لان انا منسق اعلامي في الاتحاد الاسيوي، اجبر اذا ما طلعت $5000 حلو صح. حلو هذا اللي ابي انا عليك. بو بدر، ابي اسالك سؤال بسيط ما راح نطول فيه عشان بس احنا بنختم الحين. ابيك تكلمني عن الفرق بين الرياضيين، اول رياضيين مو لاعبين. ما اتكلم عن اللاعبين، اتكلم عن الرياضيين الاداريين اول بزمانكم. وابي الحين شنو الفرق بينهم؟ والله فرق شاسع. شو الفرق؟ شوف انا بكلمك عن شخص يمكن الاخوان يعرفون، خاصه الكظماويين. اتكلم عن عماد الغربلي. ابو ناصر داهيه. ابو ناصر قسما بالله يعني اداري محنك، يفهمك قبل تساله او تكلمه، يفهمك شو اللي تبيه. يقعد وياك يسولف وياك، يقول حق اللاعب كذي، يكلم اللاعب. احنا كوياه اداريين يطرشنا، نروح نتابع صالح عنيزي، نتابع شاب كنكوني. يعني كإدارة تهتم اهتمام كامل باللاعب، ويهتمون اهتمام كامل بالنادي نفسه. مدير ذهبي هذا. اليوم تتكلم عن إداري، لو اللاعب يدش مستشفى ما يروح له، لو اللاعب يطيح مريض بالجهرة وهو بالعاصمة ما يروح له. على لا بس يروح له اول يوم عشان يصور ترى انا جيت، وبعدين ينسى ما يمر عليه. فقاعد والله العظيم عشان ينزل بتويتر. اي والله العظيم. اليوم الاداريين يختلفون عن الاداريين قبل. الاداريين قبل بعقل، بمخ، بتفاهم، بجهد يروحون. ما عندهم مانع ان يطورون من اللاعب، ما عندهم مانع ان يلاحقون اللاعب ويعطونه احتياجاته. والحين اليوم لا، اليوم شنو؟ لان الاداري المستلم اليوم مو كل الاداريين، انا اقول بعض الاداريين، بعض الاداريين اللي ما عندهم ماده ما يقدرون يسوون شيء. شوف انا وفي اداريين عندهم ماده، اللي عنده ماده يعطيه بدال مثل ما يقول الحنان وهذا يعطيه بيزات. الحين لا عمر يمكن منصور احنا عشان نعطي كل انسان حقه، هذه امانه وبرقبتنا وانا اتحمل مسؤوليتها. احنا شفنا مدراء الكره في جميع الانديه على مستوى راقي جدا، لا يروح بيتهم، لا ينام، لا ياكل 4 ساعة بالنادي، يكرفون من الظهر. عندكم الله اعتقد عبد الله الخميس توفى، الشيخ احمد عبد الله الخميس، عبد الله الشيخ يتوفى رحمه ابو فيصل الله يرحمه. محسن فارس نادي الغاتية، جاسم الحميضي نادي الكويت، راشد مال العربي، موسى راشد مال العربي. صحيح. حتى النادي الشباب، حتى اللي يرموك ناس اسماء، يعني شنو هالناس؟ بيتهم الثاني النادي، بيت الثاني النادي، ما يعني ولا تبي فلوس يروح يتسلف ويعطيك، يعطيك من يعني جيبه اكثر من كذا. والحين لا، الحين ماكو اوجه مقارنه يا هذيلي خذوها بالفطره، احنا هذيلي ماخذينها تعليم. في فرق بين الفطره، هو ربع على هالشيء.
لعبوا في نادي الجزيره والانديه والعروبة. القديمة والشرقي والعروبه وماني عارف ايش، لعبوا عاصروا اللعبه. الان لازم تفرق بين لاعب ونجم واداري. الاداري غير تماما عن النجم، الاداري هو اللي يسوي النجم والنجم ما يسوي الاداري. حتى عباس شو اسمه اللي كان بالمنتخب الله يذكره بالخير، عباس كان منتخب الكويت صحفي العالم. صحفي لا مو صحفي، مشرف فريق كان. ما اعرفه الله يرحمه. وعندك هذا شو اسمه يعني مجموعه من ابو احمد عباس ابو احمد اللي مع صالح زكريا. ايش فيه؟ هذا من مرافق حق الوفد كاس العالم، مشرف فريق. يعني اخلاقياته، طريقه التعامل مع اللاعب. بعدين على فكره في لاعب لو وصل مرحله يمكن شاب ان شاء الله ما مر فيها، يشوف نفسه على المشرف، يشوف نفسه على الاداري. هذا لو وديته وفد يأذيك ما يلتزم. انا عاندت اداري وعاندت من عماد ترى خلي يعطيك عماد والنعم والله، حلو. ناصر والنعم. حلو ممتاز. يعني أقوى إدارة. بسمع ايش راي ابو محمد. تفضل بس ابو بدر تكفى بنخلص احنا والله. بس اوصلها لك دقيقه واحده وروح لا له. مو دقيقه، اقل من دقيقه وتروح له. إيه. الحين اللاعب ما يحترم الاداري، شايف نفسه ما يحترم الاداري قسما بالله. شوف حتى بالتبديل تبدله وهو طالع معصب على من على الاداري، يقول له انت مو صحيح. يبقى الاداري هو اللي تعب عليك، هو اللي عدلك، هو اللي رزقك. عشان كذي قاعد اقول لك ماكو ثقافه كرويه عندنا لا من اللاعبين. روح له تفضل. شوف ابو محمد قبل غير والحين غير. شنو الفرق؟ الفرق انا ما بشوف، انا سالتهم على جيلهم، انا بسالك عن جيلك انت وابو احمد، بسالكم عن جيلك. تفكير لا احنا جيلنا امتدادا لنا هو امتداد حق الجيل القديم. كنت يعني بعطيك مثال بسيط، اذا المدرب قال لك اطلع برا افتر الملعب كنت تزعل تتضايق. الحين بالجيل هذا يقول لك المدرب روح افتر الملعب يمشي يروح بيته. فكنا احنا حابين لا وحط ببالك شغله، انتم اول ماكو رواتب، الحين في رواتب وعقود. فشوف الفرق. صح. ما في رواتب، كنا نبكي ولكن نموت اذا قعدنا ذاك. انت اليوم الرواتب نطر الرود المطعم. خلينا نسمع. لا قاعد ياخذ 3 رواتب. اللاعب راتب الدوام، راتب العقده، راتب الاحتراف الجزئي. اليوم ومو عاجبه. لا مو عاجبه. انا ليش قاعد اقول لك من كذي قاعد له عمره 45 سنه. فهذا راتب العقد النادي يعوض راتب الدوام. اي بالضبط. راتب هذا على هذا على هذا. فاقول لك عرفت. لكن لو ينزل القانون والراتب يصير واحد، ايش راح يصير؟ راح تغير. اي بالضبط راح تتغير. يعني الخلل باللاعبين ولا بالقوانين؟ يعني شبعنا قوانين كل يوم. الراتب هذا اللي قاعد تقول عنه ابو محمد يستمر اللاعب يلعب لعمره 40 سنه يستمر ما يطلع لانه ياخذ 3 رواتب، ياخذ احتراف جزئي وما اعرف هو اكيد ما راح يطلع. بس اذا اعتزل يا معود احنا واحد عمره 25 سنه ما يعرف يلعب، يوصل 40 سنه ما عندنا لاعبين احنا. لا والله شوف الانديه اللي فيه 37 و38 منو هذول منو؟ ما عندنا غير بدر اللي وصل 40 سنه ولا الحين زين. لو تبي اعد لك انت شوف الانديه الثانيه، خل بدر لانه لاعب، لكن شوف الانديه الثانيه مو زينين وقاعد يلعبون وقاعدين محسوب على مجلس الاداره. بالضبط. تفضل ابو عمد. ولد خاله ولد عمه عضو مجلس الاداره. انا بقول قصتي، انا احترم كل الاداريين. اختلفت نعم اختلفت يا اخوي مشعل حمد يدري انا صريح ترى بهالشغله. اختلفت وياه ودخلت وياه في يعني نقاش جدا حاد في امور كثيره، ولكن مو معناته اني انا ما احترمه، لا احترمه، ولكن انا ظلمت في بعض الاوقات معه. ولكن ما اخوي الكبير عماد غربلي لا والله ما ظلم، ولكن انا صارت سالفه عناد. يمكن انا شويه شخصيتي ناشفه شوي. لا انا شوي شخصيتي ناشفه. لا ما يطبق كلام علي. عماد شنو اداري ما يصير انت من انت ما تطبق
قلت ما شو؟ قال لي ما تفتر الملعب. قلت ماني مفتر. قال تفتر الملعب ولا ما خليك تدش. كان من وياي كان جاي عصام سكين متاخرين كان نركض. قال لي يلا شباب بلش تعال. ورب الكعبه هو الوحيد تخيل مدير الفريق قال لي يلا افتر الملعب يلا ما ادش. ما يخليك. قال لي ما ادش. عمر اداري عمر مو مدرب اداري. عمر دقيقه هذه ابو نقطة- ضارب لا، قواري. لا، لا، انا ابي هذه نقطة. شو اللي تميز حراس المرمى عن المراكز الثانية؟ هذا يدري الجولشي العناد دائما شخصيته. اقوى شخصية لان انت شنو؟ داخل ولا معه. كان يمكن استخفيت فترة كلها تحلم انت طاير وانت ما ادري شنو. وكان اداري حراس يقول المرمى انت لما يخسر الفريق قالوا الجولشي السبب. انت تتحمل مسؤولية 11 لاعب. لان اخر واحد فدائما آخر لاعب طالع إيه، الملعب ما له كله. علاقة. إيه. هو انت تأدي واجبك وغيره يؤدي واجبه. ما له علاقه يجيك يطوفك على الطفل. يعني انت تعتقد حراسة المرمى مهمة سهلة؟ لا 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 ذهنيا انا صعبة. اقول عليك. انا اقول 3/4 الفريق حارس المرمى. وذهنيا شوف صعبة. انا استانس مع شاب كنكوني لما يلعب ضد نادي الكويت، يا قسما بالله طبعاً يطلع نجم. الكره من الخط، من الخط يشيلها والله من الخط يشيلها. هذول محظوظين، هذول ما شافوا اللي احنا شفناه. تلعب ضد طه بصري، تعال فكك، انا بروح قصير. يبا انت تجيلكم غير يبا قصير. أنا- لا يا حبيبي توديني ورا يبا انا طه توني بصري مو تقول لا انا قصير هو ضعفين يطقه براسه الدش. يعني شوف احنا لعبنا أمام انقز. لاعبين. انقز. لا ما استحيل. بجيلكم غير يبا جيلنا غير ما يصير بعد توديني جيلكم. لا يبا انا لا، عايش لا، جيلي أنا قصدي انا راضي بجيلي يبا. انا مو راضي. انت تقول على سالفه البلنتي مع ايران. لا ما راح نخلص كذي، ما راح زين نخلص. اقول لك إيه. سالفه عماد الغلبلي ابو ناصر. فقال لي اداري تخيل مدير الفريق وهو اللي قال لي ناصر افطر. حلوة. قال لي ما قال لي شوف روح افطر مو ساكت. وانت ساكت يلا. والله العظيم يزفك كنا ابوك يزفك ريال عود تدري. وابو ناصر ريال مو صغير. عشان شي يقول الاداري لما يكون كبير بالسن له تقديره واحترام. إيه. ما في شيء اسمه شباب. لازم تخلي فرق وقاب بين الاداري واللاعب. ما تيجي تحط لي اداري بنفس عمر اللاعب. إيه يمكن صح، ما حد راح 10 يحترمه، سنين. صح. يفترض من الادارات الانديه تحط لي. لا تقول لي هذا الاداري ما بي هذا لا ما تدخل في. لازم إحنا في تعلمنا. قاب. لا ما له شغل. احنا شو يلعب تعلمنا؟ ويمشي. تعلمنا ان الاداري وين كنا ابوه كبير بالعمر ويدير المنظومه. تتمرن وتروح بيتكم. انزين بس. فشنو وانا قاعد اركض ما تحط ما يصير. ما هذا ما شنو. قال لي شو انت قاعد ترد على عماد؟ قلت له اي ارد على عماد. قاعد ما فايده معاند. فثاني يوم بدشت يقول لي ما تدش. قسم بالله قال لي ما تدش. قلت له شلون بدش الحين انت جاي مبكر؟ قال لي ما تدش. قال لي لازم سوي كتاب اعتذار وقدمه حق الاتحاد الاداره واداره تخاطبني اوافق عليه وارد على هذا الاداره يخاطبونك. والله قلت يعني كان عقاب ايوه عشان لا تعيدها مره ثانيه. تسوي ايوه. انا صار في لي شنو في احترام. وقال لك ماكو صار لي فلوس. نفس في الموقف. احترام. خلاص والله انا بس زين احنا عفوا انا أبو ضاري بقول خلصنا السالفة. الوقت والله. السالفه بقولها بس لا تطول فيها. لا ما نطول. على نفس كلام انا خذوني المنتخب. يذكر عليك اول اكو طلبه واكو لا إيه، طلب. موظفين. إيه. انا كنت موظف في المواصلات فما اخذوا جاسم يعقوب مجموعه ما اخذوا فيصل. رحنا لعبنا إيه. بطهران في دار التصفيات الاسيويه. هذه فيها البلنتي؟ لا المؤهله حق المانيا. إيه. ميونخ. يمي تدري ملعن بعض اللاعبين حق المواقف والدقات عند ويك. فايز مرزوق قاعد الله يذكره بالخير وانا قاعد. وحين اللي ما يلعبهم بروتش كان مدربنا الصربي. طرابلسي لعبنا ضد كوريا وايران اللي قو فتحي كميل قول فيها 1-0. اول مره بحياتنا نقول على ايران. فتحي كميل هذا بطهران بريا مهر. كان يقول لي ليلة قبلها بليله المدلك ابو جورج قال لي الشطي. قلت لك باكر تاخذ فرصتك. طرابلسي تاخذ فرصتك مالك امل تموت والله مغطي على 20 جول. كان يقول لي انا استانست ما نمت ليلتها. قعدت اليوم الثاني رحنا الخطه قاعد يشرح بروتش. فيقول طرابلسي. قلت وين طرابلسي؟ انا بقعد بقول شتي. المهم اي والله يا شاو اسال الربع يقولون لك. المهم صالح عبد الله العصفور علي الشمري اللي ضيع بلنتي. مجموعه من نجوم الكره. المهم حمد ابو حمد. المهم
فيوز قاعد يمي قال لي قبل احنا نشيل كرات ماكو إيه، مجهز أنا كان عارف مرمى ولا شيل شيء كرة شيل الشبك جولتشي هذا قلت ولا شيء الشبك مال الكورة يقول والله لي بروتيش افضل مدرب مر على الكويت. شو يقول لي شوتي بول قلت له روح زين انا ياهل متى سنه عقب سانتوس هذه كان قال لي الحين هذا قاعد يمي فايز ايش فيك انت؟ جايبينك فراش شوف اللعانه اللي فيه لاعبين كذي طريقتهم انت جايبينك فراش ولا تشيل كرات ولا شو القصه؟ خليه يولي. كان اقول له نو ماني شايل كان يقول نو منتخب. المهم ردينا الكويت ما لعبني ردينا الكويت ولا الشيخ فهد الله يرحمه بالنادي عندنا كابينه هذا برا النادي شويه كان يقول ها شطي انت مو رايح مع مرديكا كان ايامها مرديكا المنتخب راح يلعب في ماليزيا ما وين. المهم ما رحت وياهم قلت له يا شيخ شو اقول لك؟ ياخذ التليفون الو عبد العزيز المخلد ها ابو خالد شلونك؟ ايش فيكم مو ماخذين هذا دايق؟ دايق ليش مو ماخذين وياكم؟ هذه بطولة صداقة. شيء يقول خلي يولي هذا انا سالفة عن المدرب. حلو ممتاز ممتاز ممتاز. الحين احنا عندنا شوف احنا خلصنا الحين الحلقة في سؤال وصلنا مالك. عندنا سؤال بس مو سؤال راح يلف لا يرحم والديك. لا ما راح يلف. سؤال حق ابو احمد سؤالين حق ابو احمد ايه وسؤالين حق شطي ابو ضاري. حلو بس ما حد يتكلم يا جماعه ولا راح نتكلم. اي بس انا بس ابي ابو احمد هو اللي يتكلم لان سؤال له. حلو ابو احمد انا بعطيك اسامي حراس وانت تختار فلان ولا فلان. حلو فلان ولا فلان 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 ولا فلان. وطبعا اللي تقول عنه مثلا اول اسم انا راح اكمل فيه بس طبعا ما راح نتكلم محليا او عربيا راح نتكلم برا باوروبا. سايلنت يا ابو ضاري ما اعرف له سكه يبغى سك التليفون سكه ما يتسكر هذا حطه بصلوح خلي سكه بالارض. يفكني منه هذا باور اوف يلا 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 زين مرة انا زين ابو احمد احنا مو لاعبين محلي عرب احنا اللاعبين من اوروبا لان انا الحلقه اللي طافت سويتها مع فلاح دبشه عن لاعبين العرب فما نبي نكرر الاسامي ما نبي نكرر الاسامي نبي نبي ناخذ اسامي جديده كاسامي اوروبيه. ابو احمد ركز معي تكفى ما اصورك ابو احمد اوليفر كان ولا ديدا؟ اوليفر كان. طبعا مخرج مر علي ها عشان التيك توك. اوليفر كان ولا تولدو؟ اوليفر كان ولا بيتر تشيك ولا فاندر سار؟ بيتر تشيك ولا أليسون؟ بيتر تشيك ولا كورتوا؟ بيتر تشيك ولا بيتر شمايكل؟ بيتر شمايكل ولا كاسياس؟ شمايكل ولا نوير؟ فرق شمايكل ليش اقول لك شمايكل؟ ما خلصنا. يلا قول. شمايكل ولا بوفون؟ حارس القرن. بالنسبه لك بوفون افضل من شمايكل؟ اشوفك افضل بنسبه بسيطه. بوفون افضل بنسبه بسيطه. بس انت قلت لا انت شديتني ان يوم قلت لك بيتر شمايكل ولا نوير قلت لي لا شمايكل بايد. شلون بايد؟ شوف شمايكل صنع نفسه كحارس مرمى والمنتخب الدنماركي كان 92 خارج تصفيات اوروبا. صح. تاكد انت لما شمايكل هو السبب الرئيسي في اخذ اوروبا للدنمارك وكان نجم البطوله قدم مباريات كبيره. وثاني شيء لا ننسى هو سبب من انجازات مانشستر يونايتد. صح. ما يقل شأنا عن نوير ولكن انت ككاريزما حارس مرمى ووقفه حارس مرمى انت شمايكل ردات الفعل شمايكل انا رشيت فانيلته مانشستر تخيل فانيلته هالعرض والله العظيم قاعد اتكلم جد. كاريزما شمايكل مختلفه جدا عن جميع حراس العالم ولكن بوفون استمراريته وتحقيقه لكاس العالم وطبعا من افضل الحراس انا متابعه من ايام بارما
رقم واحد. افضل انه يكون رقم واحد. حلو. ترى على فكرة في السؤال الثاني بس بقول لك تكفى يا ابو بدر، والله ماكو وقت، ترى والله ما ماكو كان تأهل وقت. الدنمارك، ما كان تأهل. انا عارف بعدين صارت مشكله والحرب ما الحرب روس وقفوا إيه. روس ويدشون. حلو. السؤال الثاني عشان ننتقل حق ابو ضاري بعدين اقول لك انا عشان لا ابي اتكلم عن الجيل الافضل. الجيل الافضل عربيا بالنسبه لك، عربيا حلو. جيل العراق 2007 ولا جيل قطر 2019؟ لا جيل العراق 2007. جيل العراق 2007 ولا السعوديه 94؟ 94. السعوديه. أوه. السعوديه 94 ولا الكويت 82؟ انا ما كنت دقيق في 83 ولكن انا شفت 94 السعوديه قدم مستوى كبير. يعني السعوديه افضل من الكويت. انا شوف انا ما شفت الجيل هذا، ما سؤالي واضح يا ابو احمد. ما شفته، شو ما اقدر احكم انا 94. لا انت لا ابو احمد يعني ما لا تصير تابعت. دبلوماسي. لا مو دبلوماسي. لا انت مو دبلوماسي. لا دبلوماسي. ولكن انا ككويتي بقول لك الكويت. لا انا ابي الحين اجابه صريحه. انا اللي اعرف عنك صريح، انت ما تجامل. 94 السعوديه ولا الكويت 82؟ اكيد 94. تي ليش 94 السعوديه. ليش 94؟ خلينا نكمل. السعوديه 94 يعني افضل من الكويت 82. السعوديه 94 ولا مصر 2006 و2008؟ 94 السعوديه. السعوديه 94 ولا الجزائر 2014؟ السعوديه 94. 94 السعوديه ولا المغرب 2022؟ اكيد المغرب 2022 اكيد. رقم واحد. قل لي شنو انت بتقول. شوف انا قاعد اطالع واتكلم بواقعيه. ايه لما اقول السعوديه 94 وانت تقول لي 82، احنا تاهلنا ولكن السعوديه وين وصل؟ دوري 16. خلينا نتكلم بواقعيه. خلينا نتكلم يعني يا جماعه انا اتكلم عن انجاز. لما اقول انا 82 نعم احنا تاهلنا وقدمنا، ولكن ليش قلت لك السعوديه؟ لان السعوديه تاهل لدور دور 16. انت قلت لي السعوديه 94 ولا المغرب؟ اكيد المغرب وصل قبل نهائي كاس هذا العالم. والسعوديه بال 94 لعبوا مع منو؟ والكويت لعبوا مع منو؟ مهما كان ما شلون انا قاعد اتكلم تلعب مع فرنسا. يعني ما نبي نطول المحور تكفون، ما نبي نطول لا المحور. أنا هذا واقع. انا اتكلم مو عن تاهل، اتكلم عن نتائج. اي فاهمك. اتكلم يعني انت اخر شيء قلت لي السعوديه 94 ولا المغرب 22؟ طبيعي المغرب وصل قبل نهائي. قبل نهائي. انا اتكلم الواقعيه هي اهم شيء عندي انا بصراحه. حلو. ابو ضاري احنا اسئلتنا ما فيها شرح، بس تجاوب جواب فقط من غير شرح. هذا اللي يميز الفقره هذه. ابو ضاري انا بسالك سؤال. بما انك انت عاصرت بيليه، انت عاصرت بيليه وشفت بيليه ولعبت ضد بيليه بعد، مو بس عاصرته وشفته، لا انت لعبت ضده. انزين الجيل الحالي والجيل السابق، انزين اللي هما ما بين جيلنا وجيلكم، اللي هو جيل مارادونا، يقولون ان مارادونا افضل من بيليه، وجيل ميسي يقول ميسي افضل من بيليه، وجيلكم يقول بيليه افضل. انا الحين بسمع الراي منك انت، منو افضل بيليه ولا مارادونا ولا ميسي؟ هو شوف من الظلم اصلا. ايه انا اعتقد انا مو مقتنع بالتقييم اللي انت تقول عنه. لا ابيك تجاوبني انت. عفواً، ابي جواب. لا تشرح ابو ضاري. عن قناعه. يعني على سبيل المثال انت توك سالت شاب بس نسيت افضل حارس مرمى بالعالم منو؟ بانكس. ما جبت طاري بانكس. اي بس ما مو مشهور وايد. انت عطنا بيليه وهذا مره الحين بيليه طلع كرة بيليه اللي يدري شاب. الحين ابو ضاري انا بيليه لا ابيك تجاوب من غير شرح. ابيك تجاوب بس من غير شرح. منو افضل بيليه ولا مارادونا ولا ميسي بالنسبه لك انت؟ لان انت شفتهم ثلاثتهم. لا كل واحد يمثل حقبه من الزمن. انا عارف. من الظلم انا انك عارف انت تعمل مقارنه. بضاري. ما تقدر تعمل مقارنه. رايك الشخصي انت من تفضل؟ انا قناعتي بيليه ماكو على بيليه. بس انا هذا ميسي واحب مارادونا. انا هذه الاجابه اللي ابيها. انت بالنسبه لك بيليه افضل. لان ليش ما سالتني؟ لان الحركات اللي كان يسويها بيليه هذول شافوها بعدين قاموا يطبقون يسوون مثله. يعني مثلا هذه لما يطلع قدام ويرجع بيليه يعني يهوش يموه وهذا يقوي. يعني انت ابو ضاري بالنسبه لك بيليه احسن من مارادونا وميسي؟ طبيعي هذا حلو. انزين السؤال الثاني بس عشان نختم خلص. شوي هذا السؤال راح يسوي شوي بلبله. في كلام على ان جيل منتخب الكويت في التسعينات، طبعا هذا الكلام وايد قالوه. طيب انزين افضل من الجيل الذهبي بحجه قوه المنافسين. يقول لك اول الجيل الذهبي ما كان في منافسين حوالينك،
جيل التسعينات واول الالفيه زين كان المنافسين اللي حوالينك وايد أقوى. تطور مستواهم اقوى من 82 وبالثمانينات، فيقولون والله احنا جيلنا افضل من جيل 82 بس انظلمنا. انت ايش رايك جيل التسعينات ولا 82؟ ما في جيل ينظلم، الجيل هو التكرار هذا. انت الحين مثلا انت تعتقد انت قاعد تطور الكره وغير نايم مثل دول الخليج جيرانك اللي ما على سبيل المثال الكره الاماراتيه متى بلشت؟ 1970 يعني في البدايات، مو تقول والله ترى اذا ما تحط سايلنت تلشنا بهذا ما عطى اعرف ظروف انا. المهم لا الحين اللي بوصل له سكب ظروف سكب انت سكب قاعد مثل ما انت قاعد تطور الناس الحين تفوقت الناس طفى عليك. بصراحة. السعوديه عندهم انت الحين تدري يا سان جيرمان جايين هذه الفكره متى طبقوها؟ انا عارف بضاري الحين انت ابيك تجاوب على سؤال سان الحين سان بضاري. جيرمان الحين لا، نقعد جايين للعشرة انت احنا. مستانس بضاري عدل. سؤالي عشان ما طبقوا نختم. السعوديه والإمارات. بضاري نبي نختم. انا ابي جوابك الحين. تفضل. جيل انت 90 انت لفيت لفه طويله. انا بيجي سؤال واضح، منو افضل منتخب الكويت جيل التسعينات ولا ولا ال ما 82؟ ما اقدر اقارن طبعا 82 لان اول فريق عربي يوصل لنهايه كاس العالم طبيعي 82 وخذ كاس اسيا. حلو وهذا كأس حلو آسيا. حلو ممتاز. ابو احمد شو تقول؟ جيل كبير وله احترامه إيه. تقديره عندي ولا ولا اختلف يتكلم. عليه ولا اقلل من إيه. هالامر، ولكن جيل التسعينات كان يعيب التاهل كأس كاس العالم العالم. إيه. 98 فنيا. إيه. بطولات اسيا. كان بطولات إيه. اسيا، خذ رابع اسيا، ايوه خذ بطولتين خليج، صح. جيل قوي. طبعا جيل 82 وحققوا كاس ما الخليج يتكرر. ما يتكرر، ولكن جيل لو متاهلين جيل التسعينات فنيا كان راح كان أنا أشوف- كان طاف كان مسح الذهبي. صدقني راح اقول انه افضل جيل مر في تاريخ الكويت. في تاريخ الكويت. حلو. كان يعيبه التاهل لكاس العالم في يعني انت البلنتي هذا يعني اللي انت صار. قصدك ان جيل التسعينات افضل من جيل الثمانينات والجيل الذهبي؟ من منافسه الفوز يعني افضل على مستوى الخليج على مستوى الخليج، يعني افضل على مستوى الخليج التسعينات أفضل. ولكن أوكي. تاريخيا طبيعي جيل الجيل الذهبي. جيل ابو الذهبي. محمد انا بعطيك شغله انت بما قلنا بالحلقه عن الاعلام وكذي. الاعلام مره يرفع مره ينزل. في لاعب ابيك انت تبحث عنه. مولر الالماني. اوه جيرد مولر مولر. رقم 13 خرافه جيرد مولر معروف هذا. لا مولر اللي هذا عرفت بوكس الناس بوكس. كلها بيلي مارادونا ميسي بس في ارقام. لا 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 طق بريك. مولر غير عن بيلي وهذيل. بيلي ديلاك هذا ما عنده أتكلم فرديات. ما عنده فرديات ذاك. هذا 18 بوكس طق الكره بالبوكس حاطه مثل احمد خلف. طق هذا ثقيله. انت ابو بدر قالوا ميسي بيلي مارادونا فردي دين هذه فردي. اساطير عن هذه. ارقام أرقام. عن ارقام وعن النتائج. ابحث عنه. اعرفه جيرد مولر مني ما اعرفه، بس لا، انا أعرفه، بتكلم مولر منو فيك. افضل جيل التسعينات الذهبي يا جماعه. خلينا نسمع إيه. جيل التسعينات الكويتي ولا جيل الذهبي منو افضل انت بالنسبه لك؟ شوف جيل طبعا يختلفون. هذا لهم وقتهم وهذول لهم وقتهم. هذاك الوقت كان غير. كانت حتى كرة القدم مختلفة. عادي تلعب بدون كسارة. عادي تروح. اصعب اول اصعب اصعب. جيل التسعينات لا اختلفت كرة فنيا أصعب. ما يصير ترد إيه. ما يصير ترد الكرة حق الحارس. الحين أصعب المنتخبات العربية نسيت الرمل اللي تطورت. تمرن عليه. عرفت. يا جماعه خلينا نسمع. في اختلاف نفس ما قال الشاب. كان ينقص جيل التسعينات تاهل لكاس العالم. تأهل لكاس العالم. لو متأهل لكاس العالم يعني انت تشوف انه هو يعني افضل لولا يعني لو انه متاهل كان تشوفه انت افضل. وانا اشوف ان انت اصلا انت قصدك انه هو افضل التسعينات. من انت التسعينات لا مو افضل. هناك تاريخ واساطير. كان كل واحد موهبه في مركزه. لا جاسم يعقوب فيصل الدخيل مو احنا اللي نتكلم عنهم. العالم كله قام يتكلم عنه. انت بتتكلم عن 82 فيصل الدخيل واحد من جيل الثمانينات. من جيل 82 لعب في نجوم العالم. جيل التسعينات ما في احد لعب في نجوم كاس العالم.
على مستوى الخليج. يعني انت تقول 82 افضل، يعني الجيل لا الذهبي كل أفضل. جيل له وقته، هذا له وقته وهذا له وقته. هذا كانت الكره فيها اشياء مو موجوده هني. مو موجوده في جيل التسعينات. حلو. في جيل ال 82 كانت المنتخبات العربيه متطوره. حلو. مو متطوره في التطور اللي خلي في التسعينات. بيسالني يصبر. لا خلصنا احنا. لا حطها بين قوسين. يلا قول. ولكل زمن دوله ورجال. اي صح. يعني تكلم انت عن 82 وصلوا كاس العالم وصلوا اسيا وقدموا اجمل قاعد اقول لك وخذوا بطولات، وصلوا نهائي وخسروا بعد. قاعد اقول لك خذوا بطولات، وانعرضت عليهم عروض دول محمد البرازيل وجيل 82 والله كلهم خير وبركه يا ابو ضاري، كلهم خير وبركه. اسمع في رجل موجود صاحب قرار يحب الرياضه، الله يرحمه الشهيد فهد الأحمد. كان الحين من اللي طلع 45 يوم معسكر في البرازيل وفي طلعونا 45 يوم النمسا. اقول النمسا اي واحد يسوي مشكله يردوا للكويت. مباراه اوزبكستان ملحق 2006. كان في عمر شوف في شغله يمكن ما راح ترى خلصنا والله خلصنا. لا انا سكرت يعني خلاص. كاضافه يقول الشيء الوحيد اللي ما صار بتاريخ الكويت اللي بالنسبه لفريق 82 انه ولا واحد اعترف برا الكويت. 90 اللي تقول عنه علي مروي ومنو بشار الهويدي بدر حجي يعتبر ايجابي. فواز خيف فرج لهيب وبران جمال مبارك. شفت شلون؟ فرج لهيب هذه النقطة الوحيدة اللي لأن قبل كمفاهيم شطي ايش رايك تلعب مصر تحترف مصر شنو؟ أنا أروح مصر يلا ما عندهم ياكلون أو أي دولة ثانية. يعني إحنا كثقافة لاعبين الحين على موضوع الثقافة. لاعب من الثمانينات استقل اسمه انا مع فيصل الدخيل كاس العالم. ايش رايك؟ قاعدين عقب ما خلصت البطوله كان هنا واحد سلام عليك تدري فوزي جلال ما يصدق على الله يصيد له واحد اشوى انه ما حاكى فوزي كان يقول لي هذا مو فيصل الدخيل؟ قلت له ايه. كان يقول بيعرض علي انا شغله هو يتكلم انجليزي. هذا مشكله فوزي انه ما يعرف انجليزي. فوزي جلال كان يقضي بفصيل. قال تعال طيب شيبي هذا. كان يقول لي انت نجم قولت على التشيك انه قول على التشيك. كان يقول انا بعطي هو اثول بسوي لك عرض. شنو؟ شفت الفنايل شفت البلاغات شفت القمصان؟ قال اسميهم على اسمك ماركه وتكتب اسمك عليها. هذا اثول. قال لا احنا بس ديرتنا ما فيها احترام. الغبي خرب علينا. بس مشكورين. يلا اختم. كل شكر لك ابو ضاري. شكرا لك يعني شكرا لك على وجودك يا ابو ضاري. نورتنا والله نورتنا يا ابو ضاري. مشكور يا ابو بدر. مشكور ابو احمد. شكرا لك ابو محمد. وصلنا نهايه الحلقه ونشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله. في امان الله.